السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي دفعة 2025. النهاردة إن شاء الله يا شباب جايين معاكم بلاست فيديو أو لاست سين. ده إن شاء الله المفروض الفيديو ده أنت بتسمعه حاليا وأنت قدامك كام ساعة، ويكون إن شاء الله قدام ورقة الامتحان بتاعتك بتاعة محافظة الجيزة 2025. قبل ما نبدأ أي حاجة إن شاء الله حابك تبقى واثق من نفسك. إن شاء الله إحنا تعبنا الترم ده، واكيد ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا ده، وانا واثق فيكم جميعا. وايا كان اللي حصل معاك في امتحان الرياضه او العربي ان شاء الله يكون كان حاجه حلوه مش حاجه وحشه، بس ايا كان كانت حاجه حلوه او وحشه فتعال نركن ده على جنب، ويلا بينا بقى نركز في امتحان الانجليزي ابو 30 درجه. بص يا سيدي، ان شاء الله المراجعه بتاعتك هتتقسم معاك لست اجزاء. احنا هنتعامل مع مراجعه الامتحان زي الأسئلة بالظبط. امتحان حضرتك عبارة عن 6 أسئلة، إحنا هناخد سؤال سؤال نراجعه. طيب حضرتك لو أنت عندك حاسس إن أنت قوي في سؤال معين سيبه، خد السؤال اللي أنت محتاجه. طيب يعني قدم الفيديو بتاعك براحتك وهات السؤال الأول السؤال التاني التالت اللي أنت حابب تفهم ماشي إزاي أو إيه مشكلتك فيه. يلا نبدأ مع بعض بقى كده بأول سؤال عندنا، وهو هيكون سؤال المحادثة، سؤال الكونفرزيشن، أو أنا آسف سؤال الدايلوج. سؤال الدايلوج بتاعنا ده لازم أبقى فاهم كويس جدا قبل ما أبدأه. أصلا هو أولا مبدئيا السؤال عليه 5 درجات. طيب إحنا قبل ما نبدأه عايز أعرف عنه إيه. المحادثة بتاعت حضرتك إن شاء الله هتكون فيها 5 نقاط، يعني المحادثة هتتكون من 5 نقاط أنت هتملاها. لو سمحت يا ريت وأنت بتحل سؤال المحادثة بلاش إجابات مختصرة، بلاش انك تعمل سؤال مش كامل. يعني ايه؟ تعالى كده افكرك بحاجه الاول. انا لما اجي اعمل تكوين السؤال اللي هو مطلوب مني هيبقى في المحادثه ان انا اكون سؤالين. يعني انت حضرتك هيبقى في المحادثه بتاعتك هتكتب سؤالين كاملين انت اللي هتكونهم، وانت اللي هتكون 3 اجابات. لما اجي اكون سؤال لازم السؤال بتاعي يبدا بدبليو اتش كويشن اللي هو السؤال ابو اداه الاستفهام، وبعدين الهيلبنج فيرب اللي هو الفعل المساعد، وبعد كده السبجكت الفعل، وبعدين الفعل، وبعدين تكمله الجمله. ودايما خليك فاكر ان الفعل المساعد هو اللي بيأثر على الفعل الاساسي. ازاي؟ يعني فيرب تو بي بيديني هنا فعل اخره اي ان جي، فيرب تو دو وتكملته بيديني فعل في المصدر، فيرب تو هاف بيديني الباست بارتيسيبل التصريف الثالث، الافعال الناقصه بتديني برضو الفعل في المصدر. وطبعا تبقى حافظ اداه الاستفهام اللي هي وات بقى وير وين وهو وهوز ويتش والكلام ده. وخلي بالك ان انت عندك هاو بيجي بعدها صفه، يعني اقول هاو ماتش هي وات برايس. وات بيجي بعد منها ناونز يعني اسم، اما هو بيجي بعد منها adjective. طيب انا خلاص رجعت اداه الاستفهام وعرفت ازاي اكون سؤال، والدنيا بالنسبه لي زي الفل. تمام كده. بعدين بقى انا عرفت كمان ان انا لما اجي اكتب اجابه لو سمحت بلاش اجابات مختصره في المحادثات. يعني ايه اجابات مختصره؟ يعني مثلا ما ينفعش هو يقول لي وير از ذا بانك اقول له مثلا كده نيكست تو كذا، لا اكتب اجابه كامله ات از نيكست تو واكتب الاجابه كذا. اقول لك مثلا كده وين ديد يو بلاي مثلا، ما تقوليش مثلا ايه ات 7 o'clock، لا قول لي كده اي بلاي at 7 o'clock. حط subject وفيرب وفعل، دايما خلي اجابتك اجابه نموذجيه. وطبعا مش هتكلم على موضوع تنسيق الورقه لان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا. طيب بعد ما خلاص كده خلصنا الكلام اللي هو الاولي اللي انا فهمت يعني ايه سؤال المحادثه وهيبقى مكونه من كام اجابه اللي هي 3 وكام سؤال اللي هم 2، تعالى بقى اقول لك في المراجعه بتاعتنا هتتناول ايه. مراجعتنا يا سيدي عباره، يلا بقى يا سيدي بعد ما فهمناك احنا سؤال المحاسبه بشكل عام عباره عن ايه، تعالى بقى نقول لك ان احنا في المراجعه بتاعتنا حاطط لك 10 افكار وردوا في كتاب المدرسه بتاعك. الافكار اللي جت في كل المنهج عباره عن 10 افكار، ثم دمجنا لك ليهم 16 محادثه، 8 اجاباتهم عليها بالظبط و8 اجاباتهم منفصله عنها، بحيث انك ممكن تعمل اكسرسايز تتدرب، ولكن هيكون معاك الموديل انسر في نفس الملزمه ان شاء الله. طيب يلا نشوف ال 10 افكار ثم نتناقش ال 11 ال 16 محادثه اللي عندنا، وان شاء الله الامتحان مش هيخرج من 16 محادثه دول. اول حاجه عندنا اللي هي سجشن اللي هي الاقتراحات. انا ممكن اقترح عليك بحاجه. الاقتراحات ده هنقسمها لتو بارتس، جزئين، جزء بيجي بعديه المصدر وجزء بيجي بعديه اي ان جي. اللي بيجي بعديه المصدر كلمه ليتس او واي دونت وي او would you like to او it would be nice to، خلي بالك من المصطلح ده. وشال وي، وممكن بدل شال وي ممكن كمان تبقى اسمها شال اي. دول اللي بيجي بعدهم المصدر. اما وات اباوت وهاو اباوت واي سجست بيجي بعدهم فعل اخره اي ان جي. طيب لو حد اقترح عليك بقى وانت الشخص اللي بترد، فلو انت موافق على الرد ده فهتقول له that sounds like a great idea، او اقول له I would love to، او that would be great ده لو انا موافق. اما في حاله ان انا الرفض هكون هرفض في المحادثه بتاعتي فهقول
I am not sure أو I am bored أنا زهقان أو I am busy أنا مشغول أو it was boring دي بتكون حاجة it was boring دي بتكون حاجة مملة. ده الفقرة الأولانية الاقتراحات. تاني حاجة make a complaint اللي هي عمل شكوى. وخلي بالك ان ميك ا كومبلين ده من الحاجات المهمه جدا عندنا، لان ممكن تيجي في سؤال المحادثه او تيجي في السؤال الثاني او تيجي في سؤال بالنسبه لاسئله الاختيارات. هعمل شكوى لما بحب اعمل شكوى اقول I wanted to make. خلي بالك ان كلمه complaint شكوى بتاخد فعل make not do. make a complaint. وطبعا بقى it was a horrible ده كان فظيع. اقول له مثلا it mistake wrong مثلا color كان في لون خاطئ. اقول له it broken مكسور not working مش بيشتغل. ايا كان السبب اللي انت حابب تقوله له. واحب دايما اخليك تبقى فاكر جدا في الشكوى ده انك تبقى حافظ دايما مثلا الالوان وات الكالرز الالوان بتاعتك السايز الاحجام وهكذا يعني. طيب لما نحب نرد على الشكوى بقى اللي هو الاسيستنت اللي هيكون بيكلمك يقول لك it's what's very about that I'm sorry انا اسف what is problem what's wrong وهكذا. او ممكن يقول لك I will call the delivery company اكلم لك الشركه. دي تاني حاجه الشكوى. تالت حاجه اسمها greeting التحيه وممكن تكون formal وممكن تكون unformal. تعال نبص عليها سريعا كده. ممكن حد يقول لك هلو فطبيعي هترد عليه برضه بهلو. how are you اللي هي كيف حالك نرد عليها ب I'm fine. و how do you do هي برضه how are you هترد عليها ب I'm fine. بليز تو ميت يو بنرد عليها ببليز تو ميت يو تو يعني بنزود لها بس كده بعد منها تو بس بنكتبها زي ما هي كامله لان احنا اتفقنا ان اجاباتك لازم تكون اجابات فورمال كامله. I would like to introduce myself ممكن اقدم نفسي ودي برضو محادثه عندنا وارده عندنا ان شاء الله من ضمن ال 16 فكره اللي هنتكلم عليهم. واقول له جود باي I would like to meet. الانفورمال بقى هاي how it's going دي زي how are you بالظبط. how is it going. nice to meet you لسه قايلين بترد عليها ب nice to meet you too. و this is my friend وممكن اقول له باي see you later. دي كانت الفكره رقم 3. فكره رقم 4 بيتكلم على الاكسبيرينس اللي هي الخبرات. طيب الخبرات اللي هو بيكلمك مثلا كم مجالك في فتره عمل قد ايه اشتغلت الفتره دي ليك خبره مثلا في المجال ده بتعرف تعمل السكيلز المهاره دي بعينها او حاجه. ولكن يهمني جدا انك تخلي بالك بس من الصيغه دي اللي هي اسمها هاو لونج وصيغه وين. وكلمه وين هي برضو بتساوي كلمه اسمها وات تايم الاثنين ايكوال بعض. هاو لونج معناها كام المده وغالبا بيتجاوب عليها في الاجابه بكلمه فور او كلمه سينس اللي هي لمده او منذ. اما كلمه وين وات تايم فبيتجاوب عليها بان او اون او ات عادي. زي لما اجي اقول لك كام مده مثلا الدرس بتاعك فهتقول لي انا باخد مثلا 4 ساعات 3 ساعات ساعه. انت لازم تديني فتره محدده او بدايه الفتره الزمنيه. ولكن ان متى فهتقول لي الساعه 1 الساعه 2 الساعه 3. وخلي بالك من الفرقين دول. طيب رقم 5 عندنا بيتكلم على الأخبار اللي هي النيوز الأخبار. وخلي بالك إن في جود نيوز وفي باد نيوز يعني في أخبار جيدة وفي أخبار سيئة. في كلمة عندنا اسمها scholarship منحة دراسية ودي كلمة مهمة جدا. أقول لك I have won award أنا حصلت على جائزة. I have good news دي كده اللي هي الأخبار الجيدة. I come second in my class أنا طلعت التاني على الفصل. I had the highest score in my class حصلت على أعلى الدرجات في الفصل بتاعي. لما نحب نرد على الاخبار الجيده اكيد هنقول له ويل دان congratulations مبروك. مثلا اقول له that is incredible. كلمه incredible لا يصدق. خلي بالك ان ده في السؤال الرابع برضه عندنا كلمه credible وانكريدبل بنحط لها اي ان في نفي الصفه دي. it was amazing achievements ده انجاز حلو جدا. مثلا اقول له كده you did really well انت فعلا حققت حاجه جيده. you worked really hard انت اشتغلت بشكل جيد. ودي كانت الفكره رقم 5. الفكره رقم 6 بقى عندنا asking for directions السؤال عن الاتجاهات. وده كان عندنا في الوحده الاولى لما اقول لك how can I get to كذا او خلي بالك ممكن تبادل كلمه get كده ممكن اقول لك go. how can I go to واحط المكان. it's near the كذا. where is كذا please. go straight on. خلي بالك ان كلمه go بتيجي اسمها go past برضه go straight on. take the first on the right. it's opposite. وخلي بالك ان لو جالك سؤال زي ده في الجرامر وهنتكلم عليه ان شاء الله برضه لما نيجي للجرامر ان حروف الجر مهمه جدا في الوحده الاولى واسئلتها بتيجي كتير جدا في الجرامر. طيب دي كانت الفكره يا سيدي رقم 6. فكرة رقم 7 عندنا بقى اسمها هنا تايم تيبل اللي هي المواعيد الثابتة. ده برضه في الوحدة الأولى لما كان بيتكلم رحلة قطر رحلة مثلا ميعاد فيلم ميعاد مسلسل ميعاد درس. يقول له وات تايم أهو وات تايم اللي هي اوعى تنساها اللي هي كانت عكس مين هاو لونج. برافو. طيب وات تايم داز ذا ترين ليف القطر هيغادر امتى. قال له ات ليفز كذا. دي اللي هي التايم تيبل. ويتش بلاتفورم وطبعا اوعى تنسى كلمة بلاتفورم اللي هو رصيف المحطة. كان عندنا بيفمنت اللي هو رصيف الشارع. هاو لونج داز جيرني الرحلة هتاخد قد إيه. قال له about 2 hour اهو. المستر يجي يقول لك المستر كان بيقول لك سنس وفور بس بتيجي معاه لونج لا ممكن يقول لك اباوت برضه. ولكن بنسبه كبيره جدا الاجابه بتكون فيها سنس او فور فعلا. هاو ماتش ذا تيكت التذكره بكام فقال له اتس مثلا 15 باوندز. خلي بالك انت تكتب السعر تحط اس مع كلمه باوند. طيب دي كانت الفكره رقم 7. الفكره رقم 8 عند حضرتك بيقول لك هنا باينج ثينجز ان شوب اللي هو بيتكلم عن حاجات في المحلات. كان اي هيلب يو ممكن اساعدك ام لوكينج فورورد انا بطلع التيشيرت
طب ثمنه كام؟ وبرضه هنا تخلي بالك من فكره وات كولر كام، اللي هو اللون سايز اللي هي المقاس، وتحفظ كلمه ميديوم ولارج وهكذا. طيب اخر فكره عندك بيقول لك showing that ايه in listening، حاجه انت سمعتها واتس wrong tell me what's إيه اللي حصل. واحده صاحبتك مثلا تقول لك واحده صاحبتك عيانه، حد واحد صاحبك عمل حادثه، الكلام ده. فدي الفكره رقم 9، ودي الافكار اللي وردت عند حضرتك في الكتاب بتاعك كلها كمنهج ثالثه اعدادي في كتاب الوظائف. طيب يلا بقى نتكلم على المحادثات اللي احنا زي ما اتفقنا مقسمينهم ل 8 و8. اول محادثه عندنا يا سيدي بتتكلم عن فكره. المحادثه الاولى بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم ان منى بتقول لها هنا منى هلو داليا I am at the library، انا بكون في المكتبه. where are you، انت فين؟ فده معنى كده انهم بيتكلموا بعض عن ايه؟ بيتكلموا بعض عن الاتجاهات. يبقى دي الفكره الاولى اتجاهات. طب تعال نشوف المحادثه ايه اللي ايه اللي تناول جواها ونشوف بتقول ايه. بيقول له هنا منى I am next to the station، انا جنب المحطه. فالمفروض ان بالاحمر ده نقط فاضيه، فبترد منى تانيه فبتقول له هنا ايه؟ it is سهل جدا from the station، من المحطه جو ستريت اون، امشي على طول. فالسؤال المتوقع اللي هي how do I get to the library، وممكن تشيل كلمه جو وتحطها كلمه جو. ده السؤال الاولاني. فراحت سالته سؤال تاني قالت لها from about 10 متر، يعني حوالي 200 متر. يبقى how far is it، وخلي بالك من كلمة how far بمعنى كم تبعد المسافة. وزي ما اتفقنا السؤال حطينا أداة استفهام how far وهيلبنج فيرب اللي هو is والفعل it، سؤال كامل مظبوط. قال له اوكي do I go bus to the sports center yes about then، ثم ايه بقى؟ حاطط لها اي حاجه. قالت لها walk past ذا ايه ذا botanical garden then turn right، ثم حود يمين. انت هنا ممكن عندك الاتاحه انك تحط اي حاجه انت عايزها. اقول له مثلا go straight on turn right turn left on the corner on the right as you like، انت حط الحاجه اللي انت عايزها. فقالت لها I think see it، انا بعتقد اني شفته it's the corner، هو على الجنب اهو. فقالت لها حاجه، قالت لها it's between the restaurant and the opposite the bank، يعني هو جنب المطعم وعكس وقدام الايه وقدام البنك. فقالت لها امشي على طول walk past the restaurant، امشي بطول المطعم. او ممكن كانت قالت لها ايه turn right برضه حود يمين، نفس الفكره. يبقى رقم الحته دي والمحادثه دي اللي هي رقم 3 و4 اكتب فيهم اي حاجه انت عايزها. ففي الاخر اكيد بعد ما صفت لها قالت لها ثانكس منى سي سون، يعني خلاص شكرا يا منى انا هشوفك قريبا، اللي هي داخله عليها. فهتقول لها يو ار ويلكم. ودايما خلي بالك ان كلمه يو ار ويلكم برضو لو كانت السؤال كان في فوق منها كلمه ثانكس فانت كنت هترد برضو يو ار ويلكم. يبقى ده اول محادثه عندنا من الثانيه اللي هي كانت سؤال عن الاتجاه. الفكره الثانيه عندنا وهي هتكون الاقتراحات اللي هو سجكشن. طيب بيقول هنا محمد هاي، قال له هاي عبده ار يو بيزي تومورو، هل انت مشغول بكره؟ فرد عبده قال له هنا نو اي ام نوت، ايه انا مش مشغول. would you like، اهو سؤال بالاقتراح اهو would you like to meet up، تحب نتقابل بكره؟ فرد عبده اكيد هيقول له yes it's good idea. لو انت فاكر لما اتكلمنا على الاقتراحات كنا بنقول لو انت موافق هتقول yes it's great it's amazing، ولو كنت رافض هتقول it's wrong او I am busy او اي حاجه تانيه. طيب قال له shall we بيجي ده فعل في المصدر اهو shall we go to sports center، ايه رايك نروح مركز الرياضه؟ راح قال له هنا ايه؟ قال له حاجه، قال له I am not interested، انا مش مهتم. فطبعا ان هي حاجه مش حلوه فيقول له I am ايه I don't agree او it's boring، دي بتكون ممله. اي اجابه من هنا بالرفض كانت هتبقى اجابه صحيحه. فرد هنا قال له وي كان، احنا ممكن نروح السينما. يبقى يقول له ايه؟ طب تحب نروح فين او تحب اين نذهب يعني؟ فكانت في الاجابه هنا كانت وي كان. فكل اللي عملته انا جبت كلمه وير وبدلت وي كان فبقت اسمها وير كان وي جو. فقال له هنا ايه؟ دي فكره كويسه. فهيقول له يس ذير از، لان السؤال هنا بدا بهل اهو، بدا باز، واي سؤال معنى هل بنجاوب عليه بيس او نو ونبدل اول كلمتين. قال له طب هو فيها فيلم حلو؟ قال له يس ذير از. قال له هنا محمد جريت وين كان وي ميت، لان هو رد قال له هنا احنا هنتقابل الساعه 3. يبقى متى بقى؟ هنا قال له متى وهنا قال له اين. ودي كانت الفكره رقم 2. الفكره رقم 3 بقى كانت بتتكلم على الكومبلينت اللي هي الشكوى. assistant how can I help you، فردت نجوى قالت له I wanted to meet the manager assistant، انا عايز اقابل المدير. فالاسيستنت بيسال سؤال، فردت قالت له because، وطبعا السؤال because او بتو اي اجابه فيها because او تو فسؤالها طبيعي هيكون بواي. I wanted to make a complaint، فسالها قال لها why do you want to meet him، يعني انت عايز تقابلي ليه المدير؟ فردت قالت له هنا، فالاسيستنت تسالها سؤال قالت له هنا ايه؟ انا اشتريت كاتل اي بوت في الماضي خلي بالك كاتل بات اي didn't work، ولكن مش بيشتغل. ده كان سؤال يقول له واتس رونج او وات از ماتر، ايه مشكله او انا اقدر اساعد، يعني ايه مشكلتك يا فندم؟ فراح رد الاسيستنت قال لها كان يو جيف مي ا كاتل، طب ممكن تديني الكاتل؟ فهتقول ايه بقى؟ هي اكيد هتقول له ايه؟ يس اوف كورس او اوكي هير يو ار، اتفضل. وخلي بالك ان انت هتجاوب هنا بيس اوف كورس او يس شور. فهنا الاسيستنت هيقول لها حاجه بقى، فبتقول له هاو لونج، يعني هو عايز يقول لها بقى ايه يعني هاتيه وانا هشوف المشكله دي. يعني انا ههتم بذلك. فهيقول لها اي ويل ميند ات، كلمه اي ويل ميند ات يعني انا ههتم بده، يعني انا هشوف ده، اديني بقى اذنك انا هتصرف يعني. فهي بتقول له هاو لونج، طب هي حضرتك هو هياخد قد ايه؟
فهنا راح رد قال لها about hour، او ممكن كان قال لها 4 hour او 14 minute او about 10 minute او about 2 hour على حسب المده، وكانت الاجابه هتبقى صح. ودي كانت المحادثه عندنا رقم 3. المحادثه الرابعه بتتكلم على الشراء. وبالمناسبه خلي بالك ان الشراء ده مهم جدا، لان احنا هنتناول عليه في 16 محادثه دول 4 افكار، لان الشراء هيكون فيه يعني افكار كتيره مختلفه. ادي اول فكره اليوم من الاربعه اللي هنتكلم عليهم. ايه are talking with سما who bought a new mobile. يعني ايه بتتكلم مع سما اللي اشترت تليفون جديد، فبتقول لها ايه how are you، كيف حالك؟ قالت لها fine. ولكن انا كنت احب افضل ان انا اكتب I am fine not short answer، بلاش fine، خليها I am fine. I bought a new mobile phone. قالت لها congratulations، تهانينا، مبروك ليك يعني. قامت ساعتها السؤال قالت لها I bought it yesterday، انا اشتريته امبارح. طبعا احنا محتاجين نقول متى when، وجاب طبعا كلمه did لان كلمه bought في الماضي، فلما يكون الفعل في الماضي في حاله عدم وجود فعل مساعد فكنا بنستخدم do او does او did، ولما يكون الفعل في الماضي فبنستخدم كلمه did. وقالت لها when did you buy it، ورجعت الفعل في المصدر لان كده كده فيرب تو بي بياخد فعل في المصدر. قامت ساعتها سؤال تاني قالت لها I bought it for، انا اشتريته ب 3000 جنيه. فطبيعي هتقول لها كام ثمنه، فقالت لها how much is it، how much is it. قامت قالت لها where did you buy it، يعني انت اشتريتيه منين. فطبعا هنشيل هنا يو تتحول ترجع في الاجابه الاي، لان احنا كان عندنا 4 تحويلات اوعى تنساهم. الضمير اي بيتحول ليو، ويور بيبقى ماي، وايام بتبقى ار يو، واي ووز بتبقى وير يو. قال اي بوت ات فروم اي مكان بقى هنا بقى، مثلا شوبينج، شوبينج سنتر، فروم شوب، بيج شوب، اي حاجه انت عايز تحط اي مكان هتبقى فيه اجابتك اجابه صح. ودي كانت المحادثه عندنا رقم 4. تعالى نتكلم على المحادثه بقى. لا لسه، انا اسف، لسه بنكفر رقم 4. لا دي كده كانت غلط، دي كده مش تبعنا. طيب تعالى نتكلم بقى على المحادثه رقم 5. المحادثه يا سيدي رقم 5 بتتكلم على الجود نيوز، اخبار جيده. ازاي بقى؟ ماذر يو لوك هابي، ماما بتقول له انت شكلك سعيد ليه؟ فرد مازن باجابه قالت له ماذر ايه ده كومبيتيشن، بطوله. فالطبيعي هيقول لها انا كسبت البطوله، يبقى I have won a competition. وكتبناها have لان الجمله فوق في المضارع كاتب يو لوك، تبدو في المضارع. فقالت لها I have a won a competition. فراحت ماما قالت له مبروك. فسالته سؤال it was about saving water، ده عن ايه؟ توفير المياه او حمايه المياه. فهتقول له يعني ده عن ايه؟ ف what is it about؟ what is it about؟ what is it about؟ راح رد مثلا قال لها it's about saving water. فردت مامته قالت له will you get a award، طب انت خدت جايزه؟ طبعا will في الاول معناها هل، فجاوب عليها ب yes I will. ايوه، وبدل اول كلمتين اليو بقت اي، بقت اسمها yes I will. فراحت ماما سالت سؤال تاني، فرد مازن قال لها I will get، انا هاخدها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. فده طبيعي هيبقى when، وهنبدل اول كلمتين يبقى when will you get it. فردت ماما قالت له كان اي كام ويز يو، ممكن اجي معاك. طبعا اوعى تنسى ان السؤال بكان كان ليه سؤالين. لو بيتكلم عن الابيليتي اللي هي القدره فهنجاوب يس اي كان او نو اي كانت او ايا كان السبجكت. اما لو كان بيتكلم عن العرض والطلب فانت لازم تجاوب بيس شور او يس اوف كورس. وهنا قالت له هنا شور يو كان كم. مثلا قال لها ايوه انت تقدري تيجي يا ماما معايا. ودي كانت المحادثه رقم 5. تعالى نتكلم على المحادثه رقم 6، وبرضه بتتكلم على شراء شيء، ودي الفكره الثانيه في الشراء. فسامح جود مورنينج ايهاب. فرد ايهاب قال له جود مورنينج سامح. واتس ا نايس موبايل، الله ايه الموبايل الجميل ده. وين ديد يو باي ات، انت اشتريته امتى؟ فهنا ديد رشال الراجل حط اليو خلاها اي، بقت اي بوت ات يسترداي. ممكن تبدل يسترداي بلاست ويك لاست يير زي ما تحب. فقال له هنا رد سؤال، راح رد ايهاب قال له ده ب 1500 جنيه. فطبعا هيقول له هاو ماتش، وبدل اول كلمتين بقى هاو ماتش از ات. رد سامح قال له كان يو كام ويز مي تو باي ات، ممكن تيجي تشتري معايا واحد. طبعا لسه قايل لك اهو كان بقدره، فرد قال له يس شور، او كنت ممكن اكتب يس اوف كورس. قام رد سامح بسؤال، فرد ايهاب قال له وي كان جو ذيس ايفنينج، احنا ممكن نروح النهارده بالليل، هذا المساء. يبقى وين، وبدل اول كلمتين وين كان وي جو. سؤال كامل. قال له سانكس، قال له يو ار ويلكم. لما حد يقول لك سانكس طبيعي هتقول له يو ار ويلكم على الرحب والسعه. تعال نتكلم فكره رقم 7، وهي بتتكلم على سائح تورست كام تو ايجيبت، وبيتكلم مع شخص اسمه اشرف. فبيرد اشرف بيقول له ويلكم تو ايجيبت، اهلا بيك في مصر. هاو دو يو دو، هاو دو يو دو اللي هي كيف حالك. رد قال له هنا هلو. قال له هيقول له ايه؟ هيقول له طبيعي نايس تو ميت يو، مسرور بلقائك. او هيقول له هنا نايس تو ميت يو، دي افضل اجابه عندي. قال له سؤال، رد هنا قال له اي ام فروم ايطاليا، انا من ايطاليا. فايام بتحول ار يو، فهو قال له وير ار يو فروم، انت منين؟ فرد اشرف قال له انا من ايطاليا. فاشرف ساله سؤال اي ويل ستي فور ا ويك، انا هقعد لمده اسبوع. ركز معايا بقى. قال له هنا لمده، يبقى السؤال ما ينفعش بوين هنا ولا بوات تايم. السؤال هنا اجبرك انك تحط سؤال بهاو لونج. فحطينا طبعا كلمه هاو لونج، وبدلنا اول كلمتين بقت اسمها هاو لونج ويل يو ستي، وبدلت الاي يو طبعا. فرد هنا قال له ايه از ات يور فيرست فيزيت، هل دي زيارتك الاولى؟ فانا ما اعرفش يس ولا نو، هحاول بقى هنا اشوف. انا بقول له اي هاف هير، انا جيت هنا يعني 3 مرات
this time before، جيت هنا 3 مرات قبل كده، فطبيعي هيبقى الاجابه نو، ما ينفعش يس، لان في اجابات بتحتم عليك ان الاجابه تكون هي الاجابه بعينها. اشرف رضا قال له واتس يور اوبينيون، ايه رايك about the Egyptians، ايه رايك في الناس المصريين؟ فتصيح هيقول له ايه؟ اتس كول. هيقول له they are very kind، they are very beautiful، great، اي حاجه كويسه. فيقول له really حقا I like them very much. ما ينفعش يقول له حاجه وحشه، لان هو حقا بيحبهم. ودي كانت الفكره هنا رقم 7. تعالى بقى نتكلم عن الفكره رقم 8، ودي هتبقى الحاجه الثالثه برضه في البيع والشراء. هنا سيلر البياع بيقول له هنا can I help you، فترد منى yes I wanted to buy a dress، انا عايز اشتري فستان. طب انت جبت منين يا مستر الفستان ده؟ انا اللي جبته، لان المحادثه هو هنا كان ممكن يبقى فستان تي شيرت، لان هي تحت قالت وانا عايزاه احمر اهو ريد وان. طيب فرحت انا قلت لها يس اي wanted to buy a dress، فرد السيلر قال لي سؤال، راحت منى قالت له لارج، يبقى وات سايز از ات، وات سايز از ات. كمل السؤال وات سايز از ات. قال منى قالت لارج بليز، من فضلك انا عايزاه لارج. راحت ردت منى قالت له اي wanted to read one، انا عايزه لون احمر. ده بقى اللي كنت بكلمك عليه اهو. ممكن يجي لي سؤال زي كده اقول له وات color do you want، ايه اللون اللي انت كنت عايزه؟ قال له I want red one. فرد السيلر قال له what do you think of this one، طب ايه رايك في ده؟ فهي بتقول له how much is it، طبعا هنشيل how much، بدل اول كلمتين اتس، حط اي سعر. ويا ريت بلاش اسعار ايه، يعني بلاش خفه الدم، بلاش الناس تكتب 1 باوند ومليون باوند، اكتب سعر لوجيك منطقي. كتبت 500 باوند، الراجل قال لها 500. راحت منى قالت له is there discount، مفيش اي ديسكاونت. فطبعا يقول لها هنا ايه yes there is، او sure، او yes of course، او اوكي سير، ايا كان من هذه الايه الافكار. طب احنا كده خلصنا اول 8 محادثات اللي هم كانوا يعتبر اجاباتهم موجوده قدامك. الثمان محادثات التانيين بقى يا سيدي هم اجاباتهم موجوده في الصفحه بتاعت رقم 4 هم قدامك. حلو كده؟ طيب ولكن انا حابك انك تحلهم لوحدك الاول، وبعدين نرجع نبص لهم مره تانيه. طيب يلا يا سيدي كده نشوفهم مع بعض ونحلهم. اول محادثه عندنا اللي هي في الافكار الثانيه التانيين بتتكلم على محطه القطر، يعني بيسال على الدايركشنز اللي هي الاتجاهات. مان بيتكلم جارد اللي هو الحارس، بيقول له where does the train to اسوان leave from، يعني القطر بتاع اسوان هيغادر منين؟ اين هيغادر، يعني عايز مكان. فساعتها انا هجاوب اقول له طبعا it، طبعا احنا زي ما متفقين لازم نكتب اجابه كامله. فاقول له it leaves، ان هو هيغادر from، اللي هو واكتب بلاتفورم، طبعا احنا فاكرين يعني ايه بلاتفورم، اللي هو رصيف المحطه. واكتب اي رصيف انت عايزه بقى، اي مكان انت عايزه، يعني بلاتفورم 3 4 5 وكده زي الفل. بلاتفورم 4 ده هو كاتب بلاتفورم 4، اسف لازم اكتب بلاتفورم 4 هنا كمان. طيب راح رد قال له سانكس، فساله سؤال قال له ذا نيكست ترين، القطر الجاي ليفز هيغادر في خلال 5 دقائق. يبقى يقول له متى هيغادر، متى اللي هي وات تايم او وين. فحضرتك هتكتب هنا كده كلمه وات تايم او وين. ويهمني جدا انك بعد تكتب كلمه وات تايم تكتب كلمه داز. ليه بقى؟ لان ليفز وات تايم داز ات ليف، ماذا سوف هو يغادر. حلو. قال له هيغادر في خلال 5 دقائق. قام ساله سؤال تاني قال له ذا ترين يوجوالي تيكس، القطر حوالي بياخد 6 ساعات. هنا بقى الموضوع ما ينفعش كلمه وين ولا تايم، هنا هنضطر نحط كلمه هاو لونج. يعني ايه هاو لونج؟ اللي هي كام المده الزمنيه. وطبعا هنستعين بفعل داز لان احنا عندنا الفعل اخره اس، وهكتب هنا does it take. حلو. قال له هنا هياخد 6 ساعات. قال له جود هاو ماتش، جود هاو ماتش ذا تيكت، هيقول له ات از، يعني هي ات از، واكتب السعر اللي راحك. المهم انك لما تيجي تكتب كلمه باوند زود لها اس بالله عليك ما تنساش، يعني ب 100 جنيه ب 200 جنيه اللي انت عايزه اهو. انا كاتب مثلا ب 150 جنيه. قال له هير يو ار، هيقول له ثانكس. اي حد يقول لك ثانكس طبيعي هنرد نقول له يو ار ويلكم. ثانكس بيترد عليها بيو ار ويلكم. ودي كانت الفكره رقم 9 او الفكره الاولى اللي احنا كنا بنحلها مع بعض دلوقتي. طيب الفكره الثانيه بقى عمل شكوى، ميك ا كومبلينت، اللي هو بيعمل شكوى. بيقول له هنا نهال بتكلم الكليرك اللي هو العامل، جود افترنون اي wanted تو ميك ا كومبلينت، انا عايز اعمل شكوى. فراح رد هنا الكليرك العامل او دير، هيقول لها طبعا واتس رونج او واتس يور بروبلم. فهنرد هنا اهو واتس رونج يعني ايه مشكلتك، او واتس يور بروبلم. حلو. قال له اي اوردرد نيو كاتل، انا اشتريت كاتل جديد بات اتس نوت ديليفري ارايفد، ولكن لحد النهارده الصبح ما وصلش. ات واز مايكرويف، ده كان مايكرويف. فهو هيرد في اجابه رقم 2، طبيعي هيتاسف لها على الخطا اللي حصل ده. فيقول لها I am very sorry about that، I am sorry او I am sorry على طول for that. هيقول لها I am sorry، انا اسف ان يعني اسف للي حصل ده، او مثلا ايه I am sorry for this problem. Can I take your name please، ممكن تديني اسمك من فضلك. فطبيعي انت ما تجودش بالله عليك، لان انت لازم تكتب هنا، هتقول له هنا يس، وما ينفعش تكتب غير ات از نهال، ما ينفعش اي اسم تاني لان هي اسمها موجود بره اهو قدام حضرتك. يس. وراح قلت لها يس هنا ايه، يس اتس نهال. راح لها اوه يس ايوه. هيقول لها انت بقى متوقع هيقول لها ايه في رقم 4؟ بص كده هتقول لها هنا كان زي تيك ا مايكرويف وين زي كام، طب ممكن اجيبه يعني ممكن اخده لما يجي. ففي رقم 4 ترد لنا بقى ايه، I will ask the delivery، انا هسال شركه الشركه اللي هي التوصيل. ايه بقى شركه التوصيل بقى؟ ما هو خد اسمها فهيسال، يعني هيقول لها I will ask، انا سوف اسال. هيسال على مين بقى؟ على delivery
company اللي هي شركة التوصيل. وهقول لك يا فندم، قالت له كان يو، طب ممكن تديني الموقف؟ اقول لها كم يس شور من فضلك، يعني هتاخد الرقم بتاعه. هتقول له هنا بقى كان اي اسك يور فون نمبر بليز، هيسال على رقم تليفونها بقى عشان يعرف يعني لما شركه الدليفري ترد عليه هو يقول لها تاني. يبقى كان اي تيك، ممكن اخد يا فندم لو سمحت يور فون نمبر، ممكن اخد رقم تليفونك من فضلك، لان هي تحت كتبت رقم تليفون هي تحت في الاجابه بتاعتها. ودي كانت الفكره رقم 2 او الفكره رقم 10. تعال الفكره رقم 3 بقى، وهي تقديم نفس introduce ourselves، واحد بيقدم نفسه. ودي محادثه فريده من نوعها، مش بتيجي كتير، فخلي بالك منها. طيب يلا نشوف هنا في رقم 3، بيقول له هنا ساره introduce تقدم herself to لامار، بتقدم نفسها لامار. جود مورنينج جود مورنينج. هتقول لها نوت، قالت لها I am ساره، I am your new نيبور، انا جارتك الجديده. فتقول لها هنا بقى إيه؟ انا احب اقدم لك نفسي، انا ساره يعني. فتقول كده I would like to introduce، هنقلها من فوق اهي introduce لو انت مش بتعرف تكتبها myself، انا عايز اقدم myself، انا عايز اقدم نفسي. قالت لها انا اسمي ساره جارتك الجديده. فطبيعي التانيه هتقول لها هنا ايه pleased to meet you او nice to meet you اهو pleased او nice عادي pleased to meet you او nice to meet you. هتقول لها ثانكس، راحت سالتها سؤال، قالت لها دي بتكون ماما this is my mother، دي بتكون مامتي. فهتقول لها السؤال بس على مان اسمه ايه who is she، طب مين دي؟ قالت لها this is my mother ميس ايه ميس منصور. طيب منصورة، مين منصور ده؟ الله يخرب بيتك. طيب راحت ردت سؤال، قالت لها I'm fine thank you. تقول لها ما دام بتقول لها I'm fine يبقى السؤال يبقى اسمه ايه how are you، يعني ايه how are you اللي هو بمعنى كيف حالك. قالت لها thank you، قالت لها you are welcome to my neighborhood اللي هو الحي السكني. فترد تقول لها thanks او ايه، خلي بالك يكتبها thanks بالاس، يكتبها thank you، يعني يكتبها كده يكتبها thank you. طيب يلا نشوف الفكره رقم 4 بقى عندنا. كانت بتتكلم عن حاجه اسمها الاتشيفمنت. يعني ايه اتشيفمنت؟ اللي هو الحاجه اللي انت حققتها. achievement اللي هو الانجاز اللي انت حققته، او حاجه انت عملتها، اخبار جيده يعني. طيب بتقول لها what important thing you have to achieve، ايه الحاجه اللي انت حققتها في حياتك؟ يعني ايه الحاجه اللي انت حققتها في حياتك؟ لو انت بصيت على المحادثه بشكل عام هتلاقي ان هو بيقول لنا انا بروح اعوم كل اسبوع، فده معناه ان هو لازم يكون بيتكلم على مين؟ بيتكلم على السباحه. فيقول له هنا كده في اول اجابه I have، طبعا learn الماضي بتاع كلمه learn فاسمه I have learned to swim، انا اتعلمت السباحه يعني. وانت دي ليرنت انت اتعلمتها امتى؟ خلي بالك اي اجابه فيها علامه تعجب لازم الاجابه ناخدها ننقلها فوق منها. اوعى تكتب ان 2020 على طول، لا لازم اكتب اجابه كامله زي ما انا قلت لك. فاكتب I learned it، انا اتعلمتها ان، واروح كاتب اهو 2020. قال له why didn't you learn when you were child، طب انت ليه ما اتعلمتهاش وانت صغير؟ يعني هو بيسأله ليه. هنا بقى ممكن اكتب اي سؤال because انا كنت بخاف منها. طبعا هكتب اجابه نموذجيه كامله، فهكتب because I felt scared، انا كنت بشعر بالايه بالخوف لما كنت صغير يعني. scared of water، كنت دايما بشعر من الخوف ايه من المياه. خلاص كده. طيب قال له I go swimming، انا بروح اعوم every week. طبعا الثانيه بقى عشان every week دي انا عايز اكلمك وافكرك بحاجه. كان عندنا ثلاث استفهام اسمها how often. او often كان ليها ثلاث حاجات عندنا في الاجابات. لو جاب لي ظروف تكرار often usually sometimes hardly ever never يبقى سؤالها how often. جاب لي once twice 3 week 4 weeks، جاب لي every week، اي حاجه من الثلاث حاجات دول كان لازم اسال طبعا بهاو often. وعشان الفعل هنا في المصدر فهتبقى how often do you go swimming. how often do you go swimming. حلو. طيب رد هنا سأله سؤال I go with my brother أحمد، بروح مع أخويا أحمد. فيقول له who do you go swimming with. who يعني إيه هو؟ اللي هي من. who do you go swimming with، أنت بتروح تعوم مع مين؟ يلا بينا على الفكرة رقم 5. الفكرة رقم 5 يا سيدي بتاعتنا كانت بتتكلم عن السؤال عن المكان. هنا عبده بيكلم واحد بيقول له وير، بيقول له هنا وير ار يو جوينج، انت رايح فين؟ فيقول له هنا طبعا انا مش هكتب بقى عشان هي صفحه في وش صفحه فهوريك الاجابات على طول. وير ار يو جوينج، فرد هنا قال له I am going to ذا ذا ستاديوم، انا رايح للاستاديوم. طب هو جاب الاستاديوم دي منين؟ لان هو بيقول له هنا تو واتش ذا هاند بول تيم، لازم يروح الاستاد طبعا لانه يتفرج على الفريق كره اليد. فبيقول له هنا تو، فتو ديت سؤالها لازم يكون طبعا باي، يبقى واي. طبعا ما حدش يقول لي اكتب واي بس، لا السؤال يبقى كامل واي ار يو جوينج زير، انت ليه رايح هناك؟ رقم 3 قال له نو، ما دام ساله بنو يبقى قال له هنا نو اي هافنت واتشد ا تورنمنت ات ذا ستاديوم بيفور، انا ما رحتش قبل كده. فيقول له هاف يو، يعني انت هل سبق عليك انك اتفرجت على كده؟ فيقول له هاف يو واتشد ا تورنمنت ات ذا ستاديوم بيفور، طب انت رحت قبل كده شفت؟ قال له لا انا عمري ما رحت. فقال له وات دو يو ثينك، تعتقد ايه عن الفريق المصري؟ فيقول له هنا اي ثينك زي ار هيروز، هم بيكونوا ابطال. زي ار مثلا هنا ايه جود، زي ار جود هم بيكونوا جيدين، برضو كانت الاجابه تنفع. فرد هنا قال له يس زي ايوه هيلعبوا كويس جدا. فيقول له زي بلاي فيري ويل،
هم هيلعبوا كويس جدا. قال له ايوه حقا هم هيلعبوا كويس جدا. فكره رقم 6 بتتكلم على الابيليتي، القدره، وده خلي بالك ان كانت عندنا في الوحده رقم 6. لا انا اسف، بتتكلم على الرول موديل اللي هو القدوه بتاعتك، او بتتكلم على ايه قدوتك اللي هي عندك، يعني النموذج بتاعنا، وده كان في الوحده رقم 5. بيقول له كان ياسك يو سام كويشن، فطبعا نرد نقول له يس شور او يس اوف كورس، هل يمكنك صعد الاسئله، وهنرد ان ده سؤال عرض وطلب، لازم نقول يس اوف كورس. ساله سؤال قال له ماي ماذر از رول موديل، ماما بتكون القدوه بتاعتك، يبقى هو از يور رول موديل، مين بتكون قدوتك. رقم 3 ساله سؤال قال له ماي ماذر داز جريت اوفر، كلمه اوفورت يعني ايه؟ كلمه اوفورت يعني جهود، بتعمل لنا جهود جدا وبتساعدنا، بتساعد عيلتنا كويس جدا. فهو رد في رقم 3 هيقول له واي، وانا ما بفضلش كلمه واي لوحدها، يفضل وات داز شي دو، يفضل وات داز شي دو، هي بتعمل ايه. سؤال نموذجي افضل. بعد كده قال له هاو دو يو فيل تووردز هير، يعني تحب تعملها، قال له انت يعني تشعر تجاهها بايه. فيل توورد يعني تشعر تجاهها بايه. هيقول له اي فيل براود، انا بشعر براود اوف هير. اي فيل لاف، انا بحب، انا مش بشعر تجاهها بلافنج الحب، خلاص كده، ولكن براود اوف بمعنى فخور بيه. I always proud of my parents، فاكيد هيقول له هنا ايه؟ me too، انا كمان. so do I، وانا ايضا. طيب دي كانت الفكره رقم 6. فكره رقم 7 وكانت في امتحان بني سويف 2022 زي ما انت شايف، كانت بتتكلم فكره رقم 7 عن احمد talking with his friend حاتم about favorite hobby، بتتكلم على الهوايه. حلو كده. طيب بيقول له how are you حاتم، فرد قال له fine thank you what do you do in your spare time، بتعمل ايه في وقت الفراغ بتاعك. قال له هنا I usually read book، ولازم يقول له read book لان هو كاتب تحت هنا reading. I usually read books. طيب راح رد قال له انا بقرا، بيقول له هنا بقرا، قال له reading is very useful، حقا بتكون القراءه مفيده، انا بحب اقرا الكتب الساينتفك بوك. فده معناه انه بيساله عن نوع الكتاب، فده يقول له what kind of books، what kind of books do you like reading، ما نوع الكتب اللي انت بتحب تقراها. وطبعا هو جاب دو عشان ما فيش فعل مساعد. قال له انا متعود دايما الرياضه، وطبعا دايما زي ما عودتك اوعى تنسى بالله عليك سؤال الجوكر بتاعنا اسمه what about you، وماذا عنك. اي حد يسالك اي سؤال بيكلمك في نفس الموضوع وما زال الحديث على نفس الكلام، فهقول له what about you، وماذا عنك. رد هنا قال له what kind do sport ايه، قال له انا، هيقول له what، قال له انا I usually do sports، انا بحب اعمل رياضه. what kind do you sport، بتحب تعمل رياضه ايه. فتحت كاتب له الكاراتيه بيكون جاي، فده انه يقول له I do كاراتيه. واوعى تنسى ان سبورتس الرياضات بشكل عام بتاخد 3 افعال، بلاي مع الافعال اللي فيها كوره، دو مع الافعال اللي فيها العنف، جو مع الرياضات اللي فيها اي ان جي. قال له هنا I do كاراتيه، ركز. قال له هنا ايه why don't we، ليه انت ما بتلعبش كوره. يقول له because I don't like it، because it was boring، because I prefer مثلا كاراتيه، انا بفضل الكاراتيه، وهكذا. تعالى بقى نختم باخر فكره عندنا، وهي هتكون الانترستنج اللي هي الاهتمامات. ومش شرط ان المحادثات تكون بنفس الافكار، ممكن يجيب لك اهتمامات مختلفه، واحد يكون مهتم بالناتشرال، الطبيعه، كوميونتي، المجتمع، وهكذا يعني. طيب ساره is talking to نهى about interesting book، بتكلمها عن الكتاب اللي هي مهتمه بيه. what are you doing، انت بتعملي ايه. فطبيعي هتقول لها، قالت لها نقط، قالت لها اتس كولد، يبقى تقول لها المحادثه دي غلط. ثواني كده عشان الاجابه هنا كتبت غلط. يلا بقى نحل المحادثه. قال له هنا ساره are talking about interesting book what are you doing، فترد تقول لها I am reading book، فبتقول لها it's called David، بيكون اسمه كذا، فبتقول لها what is it called، هو اسم ايه الكتاب ده. is it interesting، هل هو بيكون شيق. yes it is، هنقول yes it is طبعا. فساره بتقول لها it was written، هو مكتوب بطريقه شارلز ديكن، يعني اللي كتبه تشارلز ديكن، فهتبقى who was written it، مين اللي بيكون تم كتابته. كان هيبورو، ممكن استعير الكتاب ده منك when you were reading it، لما هتقول لها yes sure او yes of course. وبكده نكون خلصنا السؤال الاول بكل افكاره. اتمنى انك تكون مركز كده معايا، ان احنا بعد ما نكون خلصنا سؤال المحادثه، فاحنا كده اتكلمنا عن الافكار العشره و16 محادثه. 16 محادثه دول احنا اتكلمنا فيهم عن الاتجاهات، خدنا فيهم فكرتين، الاقتراح كانت فكره واحده، شكوى كانت فكرتين، شراء شيء كانت عباره عن 4 افكار، الاخبار كانت فكره واحده اللي هي النيوز، تورست واحد قابل سايح كانت فكره، خدنا محطه القطر والرصيف والكلام ده، خدنا شخص انتروديوس يور سيلف بيقدم نفسه، اتكلمنا على الابيليتي اللي هي القدره، اتكلمنا على الهوبي اللي هي الهوايه، اتكلمنا على الانترستنج اللي هي الاهتمامات، واتكلمنا على الرول موديل اللي هو النموذج بتاعك او قدوتك. وان شاء الله ان شاء الله امتحانك مش هيطلع من الافكار دي. يلا بينا بقى ننتقل على السؤال الثاني. يلا بينا بقى يا شباب، بعد ما خلصنا السؤال الاول ننتقل للسؤال الثاني. والسؤال الثاني هيكون عباره عن فقره read and complete the text with words from the following list. الليست دي اللي هي بتكون بتحتوي على 6 كلمات. 6 كلمات دول هيكون في منهم 3 اختيارات هيكونوا على معاني الكلمات وحفظك لمعاني الكلمات، واحده على الجرامر. لو عندك مشكله مع الجرامر يبقى تعالى عند السؤال الخامس الاول، لان انا هشرح الجرامر في السؤال الخامس، وبعد كده ارجع راجع السؤال ده مره ثانيه. طيب السؤال ده اتمنى انك تخلي بالك كويس جدا من الجزئيه اللي هقول لك عليها دي. حاول ما تتسرعش، ما تستعجلش في اجابه بعينها، لان انت ممكن الغلطه الواحده تجلفك درجتين او 3 درجات، لان النسب دايما على السؤال ده يا 1 من 4
يا 2 من 4 يا 4 من 4. دايما اقرا الكلمات، اقرا الفقره فاضيه مره واثنين وثلاثه. خلي بالك ان ممكن في كلمه تحتاج اكتر من مكان، فحاول تركز جدا، لان ده اكتر سؤال انا حقيقي بقلق منه للطالب بتاعي في الامتحان، فاقراه وركز. انا جايب لك في المراجعه بتاعتنا 16 فكره. كل يونتس عندنا واخد لك فيه 3 ثلاث افكار. الكل يعني 3 في 6 ب 18 محادثه. ان شاء الله باذن الله امتحانك مش هيخرج بره ال 18 فكره دول. طيب يلا بينا نبدا مع بعض الحل. ترجم الكلمات. واتشنج المشاهده. اكواريوم متحف احياء مائيه. جو يعني يذهب. هوم منزل. ار جوينج سوف يذهب. كاتشنج بمعنى يمسك او يصطاد. المحادثه بتبدا بيقول لي I like to spend a nice time with my family. انا اود ان اقضي وقت ممتع مع عائلتي at the weekend في الاجازات. ويجوالي احنا عاده رقم واحد تبقى go to the bar. نحب نذهب للحديقه. but sometimes ولكن احيانا we go to the aquarium. نذهب الى متحف الاحياء المائيه. I love أنا أحب watching. رقم 3 تبقى watching the fish. أحب مشاهدة السمك هناك. و usually return دايما بنرجع return home نرجع للمنزل. ده كده unit 1. ننزل تحت reserve دي بتبقى على بعضها اسمها natural reserve اللي هي حاجات طبيعية. busy بمعنى مشغول. leaves بمعنى يعيش. leave نفس الكلام وده present simple. shopping التسوق the shopping التسوق برضه. طيب يلا نبدأ المحادثة. I have a nice friend called Judy. معلش يا شباب بس كان في حد ما شاء الله جاي بيها تحت بيتنا كل انواع مش عارف ايه. يلا نكمل. I have a nice friend Judy. She lives هي تعيش. هناخد طبعا ام اس ان اسوان. اسوان is a busy city. اسوان بتكون مدينة زحمة. with أو with about 1.5 million people فيها 1.5 مليون شخص. at weekends في الاجازات. جودي usually جودي دائما متعودة يعني does different activities تفعل أنشطة مختلفة. she goes shopping هي بتذهب للتسوق. shopping not the shopping. also she likes go to the natural reserve اللي هي المناظر الطبيعية أو الأماكن الطبيعية. نيجي لآخر واحدة لليونت 1 سبورتس رياضة. excited متحمس. opens يعني يفتح. بوتينيكال اللي هي بتيجي مع كلمة بوتينيكال جاردن اللي هي الحدائق النباتية. شوبينج مرة تانية تسوق. اوبنج بمعنى يفتح زي اوبنز بالظبط. هنبدأ المحادثة وبتقول we are going to have a tour. احنا هنذهب في جولة in Cairo today في القاهرة اليوم. we intend to intend يعني ينوي to visit Egypt ان احنا نزور كايرو ميوزيوم. كايرو ميوزيوم اللي هو المتحف المصري. بيقول له بقى هنا open it opens ناخد ام اس طبعا مواعيد ثابتة it opens. I am sure انا متأكد. we will be excited هناخد طبعا اللي اخرها اي دي الصفة بتاعتك اللي بتنتهي بالاي تصف العاقل. to see the wonderful monuments عشان نشوف الاثارات الممتعه هناك. we will also وكمان احنا ايضا we go to the نقط gardens يبقى اسمها ايه botanical gardens. my friend طاهر want to come with us. طاهر بصاحبنا مش هيقدر يجي معانا because he is going to the لان هو هيكون فين بقى sports center. sports center sports اللي اخرها اس sports center دي رقم 4. كده خلصنا الثلاث محادثات بتوع يونت 1. يلا ندخل على يونت 2. نبدأ بكلمة ديلز اللي هي صفقات. شيبست الأرخص دي طبعا بتاعت الصفات. سمارت بمعنى ذكي. شيبر أرخص من. دولز بمعنى دمية. برايس اللي هو السعر. لاست ويك الأسبوع اللي فات we went to a big shopping center. احنا رحنا لمركز تسوق كبير. we wanted to buy a نقط تي في تبقى سمارت تي في. احنا رحنا نشتري شاشة ذكية سمارت تي في. طيب we were lucky احنا كنا محظوظين because we had a lot of لان كان في a lot of deals في كثيرا من الصفقات. طيب we were pleased وكنا مسرورين جدا we to go to the nice TV a good ايه وكان في good ايه good price. كان في التي في ده كان good price. it is هو كان the cheapest كان ارخص smart TV we have ever bought احنا اشتريناه من القبل. طيب ننزل على المحادثه اللي بعدها. كلمه delivery اللي هو السواق اللي هو بيوصل الطلبات اونلاين متصل بالانترنت. كان بمعنى يستطيع. بنتكلم هنا على الابيليتي القدره وده هناخدها في جرامر في يونت 6. able اللي هو قادر على. discount تخفيضات. account بمعنى حساب. يعني نقرا المحادثه. I read a nice advertisement اللي هو اعلان yesterday. it was about هو كان على نقط shopping كان على online shopping. it was about online shopping. we can احنا نستطيع هنا نحط كلمه كان by what we wanted to the delivery. delivery is free خدمة التوصيل بتكون مجانية. beside بجانب ذلك we can replace نقدر نغير or return أو نرجع the item الحاجة اللي هنشتريها we don't like it لو احنا مش حابينها. at the same time في نفس الوقت we can نستطيع كمان بنفت
يعني نستفيد او الفوائد from available، ونحتاج من available اللي هو المتاح. available ايه بقى؟ available discount، من الديسكاونتات اللي هي بتكون متاحه. محادثه رقم 6 تكنولوجي، يعني التكنولوجيا. none يعني ولا ده ولا ده. all يعني كله. assistant اللي هو مساعد. price جائزه. price اللي هو السعر. yesterday I went to a nearby mall. امبارح انا رحت الاقرب مول ليا to buy a digital camera، عشان اشتري كاميرا ديجيتال. The shop assistant، او لا طبعا shop assistant عامل المحل اللي موجود، showed me، وراني 3 موديلز، وراني 3 موديلات. but ولكن ما دام 3 موديلات اهو اللي هي 3، فطبعا مستحيل ناخد all، لان all بتتكلم على 2 بس، يبقى none. يبقى رقم 2 none of them، ولا واحد منهم was smart، كان بالنسبه لي ذكي. غير كمان ان was ده بيجي فعل مفرد، وall بتيجي معاها فعل ايه؟ جمع. I walked around the found one، انا تجولت عشان الاقي واحد that seemed يبدو كويسا. opportunity اللي هو يكون في فرصه كويسه. I was pleased، انا كنت مسرور جدا because it was reasonable، كان في reasonable ايه؟ كان في reasonable price، سعر مناسب، مش جائزه، سعر مناسب. but it's the least، وكمان كان في احدث the latest technology، احدث تكنولوجيا بالنسبه لي. يلا محادثه رقم 7 كده احنا خلصنا يونت 1 ويونت 2. هنا بقى نبدا يونت 3. بيقول لك كلمة amazing يعني مدهش، واميزد مدهش، طبعا الاينش تصف غير عاقل، والاي دي تصف العاقل. facilities اللي هي بمعنى المرافق. volunteer يتطوع او متطوع. young اللي هو الشباب. older اللي هم كبار السن. يعني نبدأ المحادثة بتاعتنا وهي بتقول we should all care، يجب كلنا ان احنا نرعى about community، عن المجتمع بتاعنا. وبالمناسبة ده خلي لك ده باراجراف مهم جدا من ضمن باراجرافاتك. I think the best thing، بعتقد ان افضل ذلك about هتبقى community in the ايه بقى؟ in the facilities، اول واحدة في المرافق بتاعتنا. we have some great shop، احنا عندنا جريت شوب، محلات كويسه جدا. اند اميزنج بليس، واماكن مدهشه. تو جو نروح ليها. لايك تو نير باي زي اقرب بارك، اقرب حديقه عندنا. وي هاف ا لوت اوف كوميونتي بروجكت، عندنا مشروعات مجتمعيه جدا. وي كان فولنتير، كان بيجي بعدها فعل في المصدر، فناخد كلمه فولنتير نتطوع. تو هيلب جاي نساعد. بيبول الناس. سبيشالي خصوصا. سبيشالي خصوصا مين بقى؟ سبيشالي ذا اولدر، خصوصا الناس اللي بتكون كبيره في السن. يلا صفحه رقم 6 والمحادثه الثانيه. is creating يعني بيصمم. service اللي هي خدمات. was creating اللي هو صمم. rare اللي هي بمعنى مكان ريفي. makes يصنع. وdoes ده اللي هو يفعل، او الهيلبنج فيرب يعني. طيب the government الحكومه tried to help poor people، كانت بتساعد الناس الفقيره. it ايه بقى يا سيدي؟ it is creating، صممت مين بقى؟ decent life initiative which is good example، اللي هي بتكون مبادرة الحياة كده، بتكون مثال. to good example. to يبقى ايه يا سيدي؟ رقم to makes. it makes difference، هي بتعمل اختلاف، يبقى رقم 2 ناخد makes. to about 32 million people، لأكتر من 32 مليون شخص. who live in اللي هما بيكونوا ايش بقى؟ نقط area تبقى rear area، الأماكن الريفية. it improves. improves اللي هما هيطوروا the quality of public. quality اللي هي الجودة أو الخامة يعني. quality of the public service اللي هم يحسنوا المرافق العامة بشكل عام، يبقى رقم 4 service. يعني رقم 9 politely يعني بشكل مؤدب، وده adverb. pavement اللي هو رصيف الشارع. tired tiring المتعب. neighbor جار. neighborhood اللي هو الحي السكني. يعني نبدأ معانا كده. بيقول لي yesterday I decided to do some shopping. امبارح انا قررت ان انا اعمل بعض التصور. in street في الشارع. I saw an old woman، في الشارع شفت ست كبيره في السن. who looked كانت تبدو very tired، ناخد لها طبعا صفه اخرها ايه؟ دي كانت متعبه. she was walked هي كانت بتمشى along the بطول الايه؟ pavement، بطول الرصيف. I greeted her انا حييتها ان سلمت عليها politely بشكل مؤدب. and helped her وساعدتها to sit down انها تجلس على البينش المقعد. the woman thanked me الست شكرتني جدا. and said she was happy وكانت مبسوطة جدا ان هي lives ان هي تعيش معانا in this neighborhood الحي السكني. رقم 10 wonderful اللي هو رائع. snorkeled اللي هو الغطس. never ابدا. ever من قبل. diving الغطس. driving اللي هو يقود. ومن هنا هنبدأ كده unit 4. I traveled to غردقة last summer، أنا سافرت لغردقة الصيف اللي فات. غردقة is most amazing city، هي بتكون رديئة ممتعة جدا. I have ever I have ever I have ever traveled visited آسف I have ever visited. I spent أنا قضيت a wonderful time، قضيت وقت ممتع جدا هناك. أنا إيه بقى في البحر؟ I snorkeled أنا غطست في البحر. I wanted to إيه بقى؟ رقم 4 I wanted to
دايفنج، وكمان حبيت ان انا اغطس هناك. يبقى رقم 3 كانت سنوركلينج، ورقم 4 دايفنج. خدت دايفنج ليه؟ لان كلمه وين الماضي من بتاع فعل كلمه جو، وجو كان لازم يجي بعدين فعل اخر ان جي، فخدنا دايفنج في رقم 4 وسنوركلينج في رقم 3. ودي من ضمن الحاجات اللي بقول لك خلي بالك منها، ان انت ممكن تتلخبط في ان كلمه تناسب كلمتين. طيب يلا اللي بعدها كلمه سينس، ده بريزنت سيمبل اللي هي بمعنى كلمه منذ، دو بمعنى يفعل، ميك بمعنى يصنع، فور بمعنى لمدة وبرضه كلمة دالة على المضارع التام، رايد بمعنى يركب، انسترومنت بمعنى أداة، آلة وبتيجي دايما اسمها انسترومنت اللي هي آلة الموسيقية دايما. We have to a nice house، احنا عندنا بيت جميل جدا in our village في قريتنا. I have lived there، انا عشت هناك، مضارع تام اهو، نقط I was a child منذ طفولتي، يبقى نحط هنا كلمة since. In the summer في الصيف I usually انا دايما نقط service activities. activities اللي هي الانشطه بتاخد do، يبقى I usually do service activities. I sometimes like to play my favorite musical instrument على بعضها زي ما قلت لك musical instrument اللي هي الآلة الموسيقية. also ايضا كمان my spare time في وقت الفراغ بتاعي I like to نقط a horse، I like to ride a horse، بحب دايما اركب الحصان بتاعي. رقم 12 كلمة train بمعنى قطر، try بمعنى يجرب، have done فعل، am doing يعني يفعل، ده present perfect وده present continuous مضارع تام مضارع مستمر. فيل بمعنى سقط، كلمة competition بمعنى بطولة. I like gymnastics، أنا بحب الجيمناستكس جدا. much I إيه بقى؟ I know a gymnastic تبقى I have، طبعا I بتاخد have، يبقى I have a gymnastic، أنا بكون إيه ده؟ have done آسف، have done a gymnastic for about 3 years. I know it on Friday، أنا بعمل إيه بقى on Friday؟ I train، أنا بتدرب في يوم الأجازات بتاعت أيام الجمعة. A few months ago منذ شهور قليلة فاتت my coach المدرب بتاعي asked me طلب مني إن أنا enter competition أسجل في البطولة بتاعتي. unluckily لحسن الحظ I couldn't ما قدرتش أتدرب because I fell down لأن أنا سقطت while I was practicing at home أثناء ما أنا كنت بتدرب في البيت. حادثة رقم 13 كلمة made بمعنى صنع، done بمعنى فعل، since منذ، for يعني لمدة، civilization بمعنى كلمة الحضارة، equinox بمعنى الاعتدال يعني حاجة مستقيمة في خط واحد. طيب يلا نبدأ المحادثة. the ancient scientists العلماء القدماء were keen on كانوا بيدرسوا دايما زي حركة الايه الفضاء بتاعتنا. has interested Egyptian كانوا بيهتموا بإيجيبشن for thousands of years من آلاف السنين. they were first هم كانوا أول civilization كان أول ثقافة أول حضارة to study the stars اللي هم يدرسوا النجوم والكواكب. they have هم made some important discovery صنعوا بعض الاكتشافات. for example على سبيل المثال they first أول ناس اكتشفت الاعتدال which happens to March اللي كان بيحصل دايما في شهر 3 وشهر سبتمبر every year من كل سنة. طيب يلا اللي بقى الحادثه اللي بعدها equipment بمعنى كلمه معدات. had been campaigner اللي هو مناضل، campaign اللي هو النضال نفسه، article مقال، has been اللي هو نفس البريزنت ده هنا ماضي تام، وده ده هنا كده ماضي تام، وده كده مضارع تام. I like reading very much. I have read an article قريت مقال about مجدي مجدي عبد السيد، ده الشخصيه اللي عندنا كانت من ضمن الخمس شخصيات اللي هم في الرول موديل. هي از هو بيكون ايه بقى؟ a campaigner هو بيكون شخص مناضل for people اللي بتكون الناس اللي بتكون معاقين. هي هو بيناضل هو بيكون has been، هنا ناخد has been مضارع تاني، هو بيكون معاق من ضمن حياته كلها. it wasn't easy ما كانش سهل جدا عليه and his family لعائلته to find school ان هم يلاقوا مدرسه ان هي تكون رقم 4 تبقى بتكون هنا حاجات ايه اللي بقى اللي يكون ليهم مناسب equipments معدات. for him were to provide to an excellent student عشان يكون طالب ممتاز. حادثة رقم 15 كلمة problems بمعنى مشكلات، activities يعني أنشطة، have come يأتي are coming يعني يأتي، wonders يعني العجائب وخلي بالك لو عملتها بالإيه بمعنى يتجول، experience بمعنى الخبرات. tourism السياحة is very important السياحة بتكون مهمة جدا، هتبقى have come to Egypt اللي بتيجي لمصر for hundred of years وخدت كده عشان في for فخدت لها مضارع تاني. they like to see هم to see they like to see ايه بقى؟ a wonder العجائب بتاع ancient Egyptian عجائب مصر القديمة. they prefer بيفضلوا experience الخبرات زي wonderful natural world اللي بتكون في الطبيعة بتاعتهم such as زي مثلا desert الصحراء، red sea البحر الأحمر، where they can do different ان هم يقدروا يعملوا different activities ان هم يقدروا يعملوا انشطه مختلفه. ايه اللي بالصفحه صفحه رقم 7 وهنا هنبدا في رقم 16. quiet بمعنى هادئ، has to
اللي هو بمعنى يجب ان، ده الالزام، ده يونت 6. وهاف تو، وكوايت دي معناها تماما. بل اللي هو المتنمر نفسه. interrupt اللي هو بمعنى يقاطع. we have to the list of school rules. احنا عندنا مجموعة من قواعد المدرسة. all student، كل الطلاب have to follow، يجب ان هم يتبعوها غصب عنهم. we mustn't، ولا يجب عليهم ان هم يتنمروا other student، على الطلاب الاخرين. رقم 3 we shouldn't، لا ينبغي عليهم ان هم interrupted، ان هم يعملوا مقاطعة to other while they were talking، ما يقطعوش حد وهو بيتكلم زي الطلبة اللي عندنا بالظبط. we should keep، ويجب كمان علينا we should keep quiet، ان هم يكونوا هادئين and listen to carefully our teacher، ان هم يكونوا هادئين ويستمعوا للمدرس بتاعهم. حقيقي كأني بتكلم على الطلبة بتاعتي بالظبط. المحادثة اللي بعدها بتتكلم هنا had to، اللي هو ده الإلزام بتاع الماضي. must يجب أن، kind عطوف، positive إيجابي، negative سلبي، rules اللي هي القواعد. our parents والدنا usually ask us to be good to others، يعني والدنا دايما بيطلبوا ان احنا نكون كويسين مع الآخرين. we should يجب علينا ان احنا kind، we should be kind لازم ان احنا نكون عاطفيين to other friend الأصدقاء الآخرين. we نقط، ولازم نكون هنا collaborate متعاونين معاهم with them at school project في مشروعات المدرسة. we should change، لازم ان احنا نكون عندنا بقى تغيير to positive، نتغير نكون positive idea، عندنا افكار ايجابيه with our classmate مع صديق الفصل بتاعنا. we must follow school، ويجب ان احنا نتبع school rules قواعد المدرسه. اخر واحده عندنا كلمه available يعني متاح. باسورد اللي هو الباسورد ده التنمر نفسه او متنمر. must يجب ان، mustn't لا يجب ان. cyber bullying اللي هو التنمر نفسه. they are something كتير لازم في بعض الحاجات اللي لازم نتبعها. follow using the internet عشان نستخدم الانترنت. you نقط you must be careful، يجب انك تكون حريص when you use the internet لما تستخدم الانترنت. don't tell other، ما تخبرش اي حد تاني عن your password، عن الباسورد بتاعتك. respect others to never، ولا يجب عليك ان انت تكون cyber bullying بتتنمر عن اي حد. cyber bullying anyone. don't use، ما تستخدمش any available website المواقع اللي هي متاحه جدا. only use، فقط تستخدم trust اللي هي بيكون موثوق منها. دول كده يا سيدي عباره عن 18 فكره. كده كده في ملزمتك لو انت شفت كده هتلاقي ال 18 فكره محلولين قدامك اهو، وان شاء الله فعلا انت قدها باذن الله. بص يا سيدي، صفحه رقم 8 كان فيها محادثه خلاص كده، وكان فيها 4 افكار كانوا حقيقي مش متداولين في التم 18 فكره. اتمنى انك تقراهم برضو خلاص كده. ممكن يكون من ضمنهم اي حاجه من ضمن الافكار اللي ورا. اللي بالمناسبه كمان المحادثه دي هي اللي جت في محافظه الجيزه، محافظه القاهره سنه 2025، اللي هي بتاعت يوصل اللي انا كنت بكلمك ده، انا اقول لك علم عليها. دي مهمه جدا، كانت في الوحده الثالثه، خلي بالك منها. وبكده يبقى احنا خلصنا السؤال الاول والسؤال الثاني. يلا بينا بقى على السؤال الثالث. يلا بينا بقى نبدا السؤال الثالث. السؤال الثالث بالنسبه لنا هيكون سؤال القطعه. يا ريت تخلي بالك كويس جدا، لان دايما السؤال الثاني والثالث بيجوا من الريدنج بتاع المنهج، واما ما جوش من الريدنج فانا يهمني جدا انك تخلي بالك بس من شكل القطعه الاول. تعال نبص كده على الشكل اللي قدامنا ده. قطعه الكومبريهنشن، قطعه الفهم بتاعت حضرتك بتكون جايه بالمنظر اللي قدامك ده. يهمني اول حاجه تعرفها، تقول لي كده هي باراجراف واحد ولا باراجرافين ولا ثلاثه. نعرف ده منين؟ تعال نبص كده من الاول هنا كده، عند الاصفر هنا كده اهو. طيب ده كده الكلام داخل من جوه شويه، فده كده بدايه باراجراف. لما جينا حط فول ستوب وبدا هنا برده من نفس البدايه، فده معناه ان هو باراجراف رقم 2. لما عمل كده تاني هنا ونهى هنا وبدا من هنا بقى باراجراف رقم 3. فدول كده عباره عن 3 باراجرافات. طب انا استفدت في ايه لما فهمت ان هو كان في باراجراف اول وباراجراف تاني وباراجراف تالت؟ اقول لك يا سيدي، ان انا ممكن في الامتحان اجي اقول لك لخص لي الباراجراف الاول فانا عايز الجزئيه دي بس، لخص الباراجراف التاني فانا عايز الجزئيه دي بس، التالت شرحه نفس الكلام. اقول لك كلمه ايه دي عايده على ايه في الباراجراف الاول او الباراجراف الثاني وهكذا. طيب القطعه ممكن تبقى 3 باراجرافات وممكن تبقى 2 بس، ممكن تبقى باراجرافين 2 بس مش 3. تعال اقول لك ازاي. يعني ممكن القطعه بالنسبه لي اهو، لو انا جالي في الامتحان المنظر ده كده، كده بقت اصبحت عباره عن قطعتين 2 بس، لان دي واحد اهو وادي واحد اهو. طب لو عملتها كده كده بقت باسج، بقت قطعه واحده. طيب بعد ما عرفنا المعلومه دي تعالى بقى اقول لك على حاجه تانية. السؤال بتاع القطعه عليه 6 درجات. كان السنه اللي فاتت كانوا عباره عن 3 اسئله اختياري و3 نحل اللي هو انسر ذا كويتش. الترم ده اتغير الموضوع شويه وبقى 2 اختياري بس، وبقى 4 انسر ذا كويتش. ال6 اسئله دول بيكون بنسبه 100% لازم يكون في 4 اسئله جابتهم دايركت من القطعه، وسؤالين بيجوا من فهمك من القطعه، او ممكن يبقى 5 دايركت وواحد بيكون على الكريتيكال سنج اللي هو السؤال النقدي او ان انت تبقى فاهم. يهمني جدا انك تبقى حافظ طبيعه الاسئله الاول. طيب طبيعه الاسئله اللي هي ازاي؟ تعالى كده يا سيدي، في الكتاب بتاعنا بتاع الشرح بتاعنا القديم صفحه رقم 216، صفحه رقم 217، وصفحه رقم 218.
الثلاث صفحات اللي قدامك دول ممكن تخلي عينك تيجي تجري عليهم كده جريه سريعه. دي اهم الكلمات اللي وردت في كل القطع على مدار السنين اللي فاتت. وصفحه رقم 216 دي فيها طبيعه الاسئله نفسها، اللي هو صيغه السؤال تيجي ازاي. طيب بعد ما رجعت الكلام ده كله، لو انت حتى مش معاك الكتاب ده ومش معاك غير الملزمه بتاعت المراجعه، فاحنا كتبنا لك اهم الكلمات اللي ممكن تحتاجها برضو بنفس الفكره اللي هي الاسئله النقديه بتاعتنا، اللي هي do you think, do you like, do you prefer, the underline word. طيب بعدين يا سيدي لو سمحت عايزك تقرا القطعه كويس جدا حتى لو انت عارف اسئلتها. ممنوع انك تبص على اسئله القطعه من غير ما تقراها الاول، ومش لازم نترجمها كلها ترجمه كامله. تعالى يا سيدي كده اساعدك او احل معاك اول قطعه ونشوف ممكن نحلها ازاي. القطعه بتبدا معانا، يلا. Once upon a time، في ذات مرة، a king ملك decided to give reward. ملك قرر ان هو يعطي present هدية to hard servant، اللي بيخدم بيها لحد بيخدم البلد. The most many people، كثيرا من الناس went to king palace، راحوا للقصر الملك to watch، لكي يشاهدوا. That a man brought a gold gun، راجل جاب بندقية ذهب. Another brought، واحد جاب box of jewelry، واحد جاب مجموعة من صندوق مليان مجوهرات. والتالت Arab horse، جاب حصان عربي. A king. But the king liked the other three men. The best first man was a clever doctor. الملك كان مبسوط من الثلاثة الأولاني كان دكتور، وسكند مان والراجل التاني كان successful teacher، كان مدرس ناجح. And the third والثالث كان great scientist، كان عالم عظيم. who had many discoveries، اللي لقى اكتشافات كتيرة جدا. When the king thought of three men، لما الملك بص للثلاث رجالة، the reward الجايزة، في ست بقى a woman came near home، ست جت قريبة منهم. she told him، أخبرتهم that whose three men، إن التلات رجالة دول are who the son، بيكونوا أبنائها. she came، اللي قالت to see who would win the reward، اللي تشوف مين فيهم اللي كسب الجايزة دي. the king at once، الملك ذات مرة gave the present at the woman، الراجل ادى الست الهدية because she had given praise for the great man، لأن هي أعطت التلات، يعني اللي هي عملت التلات رجالة إن هم يعملوا اختلاف للمجتمع. it was a beautiful big house، اللي هي كانت عبارة عن a big beautiful house. طيب أنا كان عندي هنا كلمة واحدة بس، كلمة it. هنشوف بقى الأسئلة. What are jobs are the three son، ايه الوظائف التلاتة؟ طبعا ده سؤال دايركت من القطعة، هيكون اللي هو الدكتور، والتاني اللي هو المهندس، والتالت العالم. سؤال رقم 2، why did woman go the king palace، ليه راحت هناك؟ to see the sons who will take the palace، مين اللي هياخد فيهم البريزنت اسف او reward. السؤال الاول والتاني دايركت اهو. السؤال التالت، do you think، هل تعتقد ان الملك كان عنده حق ان هو يدي الجايزه للست، وليه؟ اهو ده سؤال بقى معتمد عليك انت. فانا مثلا هقول له يس اي دو او يس اي ثينك بيكوز بقى، لان هي لوك افتر 3 سون فيري بيوتيفول، لان هي راعت ثلاث اطفال بشكل كويس جدا. بيكوز هي سون، لان ابنائها كانوا في مثلا في جريت جوبز، في وظائف رائعه. اي اجابه هنا مسموح لك تبقى اجابه صح. سؤال رقم 4، the king wanted to give the reward the best person who had، يعني الملك طلب ان هو يعطي الجائزه لمين؟ اكيد طلب يعطي الجائزه اللي هو بيشتغل للبلد بتاعته، يبقى work it for the community. رقم 5، كلمه it عايده على مين؟ the underlying word it refer to. كلمه it هو ايه اللي كان عباره عن بيت كبير، الجائزه طبعا. يعني ايه بقى الجائزه؟ the king a present، هديه present اللي هي reward، ده حفظك للكلمات. رقم 6، ذا مين ايديا، الفكره الرئيسيه للفقره. لو سمحت هو هنا ما جاش لخص، بس لو جالك في الامتحان لخص بالله عليك ركز كويس جدا، هو لخص الفقره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وحاول تقرا القطعه اللي مطلوب منك تلخيصها، وتكتب اي حاجه من يعني حته من الاول وحته من النص وحته من الاخر، بحيث ان انت توفي التلخيص بتاعها كامل. طيب الفكره الرئيسيه من الفقره ان الست كانت بتخدم البلد، ولا الست قدرت تخدم البلد، ولا الدكتور بس هو اللي يقدر يخدم البلد، ولا العرب حصان هو اللي خدم البلد؟ لا، ان الست هي اللي، الستات بشكل عام هي اللي تقدر تخدم البلاد يعني بتاعتنا وكده. طيب ده كده كان بالنسبه للسؤال الثالث، ودايما خلي بالك منه وحاول تبص له هو والباراجراف او الريفيو اللي هيجي لك، لان ممكن يكون في علاقه ما بينهم، او ممكن تاخد منها على الاقل جمل تفيدك في سؤال السادس اللي هو الريفيو او الشورت ستوري او البايوجرافي. يلا بينا بقى نبدا على السؤال الرابع بعد ما خلصنا السؤال الثالث. يلا بينا على السؤال الرابع. يلا بينا بقى على السؤال الرابع. السؤال الرابع ده عبارة عن choose the correct answer from A B C or D. السؤال ده هيكون عبارة عن 6 أسئلة اختياري مفهومش جرامر خالص. ال6 أسئلة دول هيكونوا عبارة عن حاجة اسمها رقم 1 definitions، تعريفات. هيجيب لك مصطلح كبير لكلمة معينة، وانت تبقى حافظ طبعا الديفينيشن وبتقراها من حفظك للكلام تقدر تحل الديفينيشنز دون. خلاص. بيجي لك حاجة اسمها السينيمون اللي هي المرادف، بيجي لك انترم اللي هو المضاد، بيجي لك بريفكس وسافكس. دول 5 حاجات، والسؤال السادس بيكون تكرار لواحده من ال5 دول. بص يا سيدي، مبدئيا السينما والانترم ده اللي هو المرادف والمضاد، انت من خلال حفظك للكلمات هيكون الموضوع سهل جدا. ولكن بس عايزك تخلي بالك ان كلمه سينما ممكن تبقى اسمها ذا سيم مينينج، ممكن تبقى سيميلار مينينج، ممكن تبقى ريبليسد باي،
كلوز مينينج كل دول معناهم المرادف، ممكن يجي لك في سؤال الاختيارات، يجي لك في سؤال القطعه بتاع المحادثه، ممكن يجي لك في القطعه. الانترم هي ممكن تبقى dissimilar او تبقى opposite. كلمه ناون يعني اسم، كلمه ناون دي بمعنى اسم، ماشي. فيرب يعني فعل، adjective يعني صفه، adverb يعني حال او ظرف. الاربع حاجات دول بقى هنا هيجي الدور بقى السفكس والبريفكس بتوعنا. ازاي يا سيدي؟ احنا عندنا حاجه اسمها البدايات والنهايات، بتتحط قدام الكلمه عشان تديها لك، تحول لك فعل او تحول الفعل لاسم او تحول الاسم لصفه او تحول الصفه لحال. لازم تبقى حافظ دول. وطبعا كلمه تغير يعني تشينج، يجي في لك مثلا it changes verb to nouns، it changes noun to adjective، make negative اعمل نفي، وهكذا. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده احنا عاملينه ازاي في ملزمه المراجعه بتاعتنا. بص يا سيدي، صفحه رقم 10 في الملزمه انا عامل لك فيها فكره كويسه جدا. جايب لك اليو ان دي جايه مع كل الكلمات اللي جايه عندنا في المنهج. بمعنى اقول لك يو ان ميكنج نيجاتيف تو ادجكتيف، بتعمل النفي من الصفه. وجايب لك بقى كل الكلمات اللي هي على هذا القافيه بقى، اللي هي uncomfortable، unnatural، unknown، unhappy، unwell، unpleasant، unkind، unfunny، uninteresting. كل الكلمات دي كده بالنسبه لي اللي هي بتيجي مع كلمه اليو ان. مفيش تاني في المنهج، مفيش حاجه في ثالثه غير اليو ان ده. نفس الفكره بقى الاي ان جي changes verb to adjective or noun، يغير الفعل لصفه او اسم. الاي ار change noun to adjective، يغير الاسم لصفه. ال واي change adjective to adverb، يحول الصفه لحال. الواي change noun to adjective، يحول الاسم الى صفه. الاف يو ال change noun to adjective، يحول الاسماء لصفات. الاي ان الاي دي وهكذا. طبعا انت هتذاكر الحاجات دي كده كلها، بس عايزك تخلي بالك ان انا بدات لك هنا ده اكبر مصطلح عندك اللي هو كان فيه 10 كلمات، هنا كان فيه 8، بعدين 6، بعدين 6، بعدين بقى 5، 4، وهتلاقي هنا بقى 3 الاي ان مع 3، هنا 3، 2، 2، 2، 2، لحد ما تخلص صفحه 11. وفي صفحه 12 هتلاقي فيهم حاجات بيجي معاها حاجتين، وفي مصطلحات بتيجي معاها كلمه واحده، وحاطهم لك في الاخر. يبقى انت عندك صفحه رقم 10 و11 و12 فيهم كل بدايات ونهايات المنهج كلهم. ما تقلقش، عايزك تقراهم بس كده مجرد قرايه سريعه مش اكتر من كده. طيب يلا بقى يا سيدي بقى ندخل بقى. عندنا 74 سؤال اختياري. ال 74 سؤال اختياري دول فيهم كل حاجه عن المنهج بتاعك. انا عايزك بس كل الفكره انك تشغل الفيديو وتسمعني وانا بقولهم لهدف واحد، عشان احنا هنترجم الكلمات. فانت لما عينك تشوف الكلمات بالترجمه بالاجابات، فصدقني ده هيكون بالنسبه لك ريفيجن مجزي جدا. طيب يلا نبدا مع بعض كده الاسئله بتاعتنا. ولكن قبل ما نبدا خلي بالك بص كده، ادي يا سينيمان وانترم وبريفكس وديفينيشنز وجاست ذا سيم مينينج والسفكس، نفس اللي كنت كاتبهم لك في الصفحه بتاعتي اللي هي هنا اهي. خلاص انا كنت كاتبهم لك باكتر من مصطلح بخط ايدي، وهنا برضو موجودين ايه في الملزمه. طيب يلا نبدا الاسئله بقى كده. A large park حديقه كبيره or open area او مكان مفتوح where scientists العلماء study plants، ان العلماء بيدرسوا النباتات والاشجار. and people give visit to call، والناس كمان بتزورها. دي هتكون اسمها ايه؟ هتكون botanical garden اللي هي حدائق نباتيه. سؤال رقم 2 ذا سينيمان، اهو لازم تبقى حافظ بقى كلمه سينيمان اللي هي المرادف. سينيمان اوف كالم، معنى كلمه كالم هتبقى peaceful اللي هو هادي. سؤال رقم 3 turn off يعني اقفل. ذا انترم بتاعها المضاد بتاعها يبقى اسمه ايه؟ سويتش اون. رقم دي. 4 we need add suffix، احنا عايزين نحط نهايه ل A to make the noun from the kind، عشان نحط نهايه ليه؟ عشان تبقى اسمها kindness. kindness. 5 we add to prefix، كلمه prefix اللي هي البدايه، احنا بنحط prefix to the word لكلمه courage اللي هو يشجع، to give the opposite عشان نعمل عكسها بنحط this. خلي بالك ان مع عكس الصفات عندك يو ان واي ان ودي اي اس واي ام، وطبعا دول موجودين في الثلاث صفحات اللي انا لسه قايل لك عليهم من شويه. سؤال رقم 6 there are attractive building، في هنا مباني جذابه جدا. and garden وحدائق in اسماعيليه. attractive here معناها ايه؟ كلمه attractives means beautiful. attractives يعني beautiful. طيب to give the opposite عشان تدي عكس كلمه word understand، عشان تعكس معنى كلمه understand فبنحط ايه؟ بنحط miss، يبقى اسمها miss understand. understand يعني يفهم، miss understand يعني يسوء الفهم. 8 the word negative is the most dissimilar، كلمة negative اللي هو سلبي، dissimilar اللي هي عكسها يكون positive حاجة إيجابية. رقم 9 she has won a lot of contest، هي حصلت على جوائز كتيرة جدا أو بطولات. the word contest هنا can be replaced، ممكن نبدلها بكلمة competitions اللي هي البطولات. طيب رقم 10 the verb rob، verb rob اللي هو السرقة يعني can be replaced noun، ممكن نخليه noun لما بنضيف له ايه؟ لما نضيف له بي اي ار رابر اللي هو السارق نفسه. رقم 11 نقط لونج سيت تو بيبل اور مور، يعني مقعد كبير يقدر يقعد عليه اكتر من شخص، شخصين او اكتر، تبقى بينش اللي هو مقعد. 12 this shop sales pottery and traditional، المحل ده بيبيع حاجات فخاريه. وتراديشنال ايه بقى؟ تراديشنال هاند كرافتس مصوغات يدويه. 13 دونت انتربت مي، ما تقاطعنيش. كلمه انتربت اللي هي بمعنى كلمه يقاطع
عكسها كلمة ايه؟ عكسها كلمة ستوب، او انا اسف السينما بتاعها ستوب. على مينز هو عاوز المعنى فيبقى معناها ستوب. 14 the prefix gives the opposite معنى كلمة ضروري، هو عاوز عكس معنى كلمة ضروري، نحط لها ايه بقى عشان تبقى عكسها تبقى اي ان. تمام. 15 the synonym of the word respond. respond عكس كلمة، يعني هو عاوز هنا المعنى بتاع كلمة يرد، respond بمعنى يرد، تبقى اسمها replay وبرده هنا معناها يرد. طيب سؤال رقم 16 بيقول لي which word is the antonym of end. اي كلمه من الكلمات دي عكس كلمه النهايه، طبعا هتكون begin البدايه. 17 we turn the verb press. احنا بنحط الفعل press عشان نحوله لنون. اي فعل عشان نحوله لنون بنزود له اي ان جي. 18 your son is always the best. ابنك دايما بيكون الافضل. you must be very. انت لازم دايما بتكون ايه، تكون proud of him، دايما لازم تكون فخور بيه. 19 نوت is someone شخص ما watches a sports or even بيتفرج على ماتش او حدث. spectators اللي هو مشاهد. 19 20 على طول اسماء works a combinator since he left school. he word كلمة مناضل هنا جاية عبارة عن ايه؟ كلمة مناضل هنا عبارة عن noun، شخص مناضل. طيب 21 unusual and unusual. كلمة usual وكلمة unusual are antonyms بيكون بينهم تضاد. 22 the word music can be noun by add كلمة music عشان نحولها لناون بنخليها musical موسيقار. 23 the restaurant has been very good. المطعم حقا حصل على good ايه؟ good reviews بمعنى مقالات نقدية او مقالات كويسة بالنسبة له يعني. 24 mean unhappy because something bad has happened. بيقول ده بقى definition حاجة مش مخلياك مبسوط يعني انت وانت مش مبسوط بتكون اسمك ايه؟ upset منزعج. طيب 25 بيقول لي هنا which of the following is not prefix. اي من هذه الحاجات اللي قدامك مش prefix مش بدايه. اي ار طبعا دي بتكون suffix اللي هي نهايه. 26 بيقول لك هنا and contact اللي بمعنى يتصل. طيب have to nearly the same meaning. عايز معنى كلمه contact طبعا هتكون كلمه communicate، وخلي بالك ان communicate بتاخد حرف الجر with. طيب 27 to make the negative form of real عشان نعكس عكس صفة كلمة real اللي هو حقيقي. we add to noun عايزين حاجة غير حقيقية تبقى unreal غير حقيقية. 28 the word natural كلمة natural طبيعة. formed from the ايه جاية منين؟ جاية من natural اللي هي الطبيعة نفسها. طيب 29 we use I used to be frightened when I was a teenager. انا كنت معتاد دايما ان انا اكون يعني متوتر لما كنت مراهق. teenager is the person. المراهق ده بيكون عبارة عن شخص ماله between 13 and 19 بيكون شخص من سن 13 ل 19 سنة. 30 we should not a lot of money to buy car save money. خلي بالك ان هي spend money و save money دول اكتر حاجة. كلمة lend يعني يسلف، follow يعني يتبع، give يعني يعطي. 31 is a group of question مجموعة من الأسئلة you ask people to find out information about something. مجموعة من الأسئلة بنسألها للناس عشان ناخد معلومات معينة، والسؤال ده مهم جدا ويبقى اسمه survey اللي هو بمعنى استطلاع الرأي. السؤال ده مهم جدا وكتير بيجي. طيب 32 not and improve have the same meaning. يعني كلمة improve اللي هو بمعنى يطور، ايه اللي بنفس same meaning ليها؟ develop برضو بمعنى يطور. 33 the word delicious كلمة delicious is the most opposite عكس كلمة delicious هتبقى horrible سيء أو فظيع. 34 the word difficult كلمة difficult is the similar meaning the word كلمة difficult اللي هو صعب. طيب السيميلر meaning بتاعها هيكون hard برضو هيكون صعب. نقلب الصفحة سؤال رقم 14. يلا بينا صفحة رقم 14 سؤال 35. كلمة فيكس بمعنى يصلح، السينونيم بتاعها مرادفها repair برضو بمعنى يصلح. 36 صلاح has a big goal and he wanted to achieve the word goal here mean. كلمة goal هنا معناها ان هو عمل ايه؟ has a big dream حلمه الكبير. 37 بيقول لك هنا we can achieve meaning احنا ممكن we can change meaning اسف ممكن نقدر نغير المعنى بتاع word ability كلمة قدرة لما نحط لها an ability. طيب سؤال 38 I don't want to anyone to write نقط on my phone comment مش عايز احد يكتب لي اي تعليق. 39 to نقط is help and encourage someone انك تشجع شخص ما او تساعده اسمها support بمعنى يدعم. 40 to make a noun لكي تعمل اسم من كلمة agree اللي هو يافس فتاخد رقم A agreement اللي هي الموافقة. 41 the words نقط and weak are antonyms يعني كلمة weak اللي بمعنى ضعيف ده هي و A بيكونوا متضادين لبعضهم. strong طبعا كلمة قوي.
42 there is a big difference between، في اختلاف كبير جدا بين two boys، بين الولدين دول. كلمة difference here عكسها كلمة ايه؟ عكسها طبعا كلمة similar اللي هما متشابهين. 43 which suffix can be add to the word musical، هنحط لها طبعا I O N اللي هو الموسيقار. 44 the best synonym of the word pleased، أفضل مرادف لمعنى كلمة best طبعا هتكون كلمة happy. 45 to make a negative from certain بالتأكيد وadd أنت متأكد عكسها uncertain غير متأكد. 46 we can form the word، ممكن نحط كلمة cleaner to verb نخليها verb إن هي تبقى اسمه إيه clean اللي هو بمعنى ينظف. 47 he had a great نقط to scoring goals skill هيكون عنده مهارة. 48 بيقول لك is money فلوس that in university or school، فلوس بتيجي من جامعة أو مدرسة gives the sum to pay بتدفع لك بيها التعليم بتاعك اسمها scholarship ودي بمعنى منحة دراسية، وخلي بالك من السؤال ده برضو كويس جدا. 49 I succeed in my exam، أنا نجحت في الامتحان بتاعي يبقى I know at them early I passed أنا مريته أو عديته بسرعة. 50 كلمة quick has the same meaning، كلمة quick اللي بمعنى كلمة سريع اللي بيساوي نفس معناها fast طبعا اللي هو برضو بيكون سريع. 51 the word begin كلمة يبدأ وستارت الاتنين بيكون بينهم ايه؟ بيكون بينهم انترم، هل بيكون بينهم تضاد ولا سينما مرادف ولا سينما وسيميلر؟ ممكن تاخد هنا بي وسي. ليه بي وسي؟ لأن كلمة سينما هي كلمة سيميلر، فخلي بالك في الاختيارات بتاعتك ممكن يجي لك في الامتحان إجابة إن هو يختار بي وسي مع بعض، خلي بالك من الفكرة دي مش قصدي من السؤال. 52 بيقول لك هنا another word for the competition حاجة بمعنى كلمة الفائز يعني هيكون winner اللي هو الفائز برضه. 53 the word نقط has the same meaning as the word workers حد بمعنى كلمة عمال staff اللي هو الفريق العمل أو فريق الشغل برضه. 54 the word incredible حاجة لا تصدق معناها إن هي حاجة بتكون إن هي fantastic حاجة رائعة جدا incredible حاجة ما تصدقش. طيب 55 بيقول لي هنا نقط مين players incompetent يعني معناها ان هم بيلعبوا في بطولة فدي هيكون معناها competitions اللي هي بطولة. 56 نقط is opposite ignore عكس كلمة ignore respond. 57 the word terrible كلمة سيء مضادها ايه؟ مضاد كلمة سيء هيكون كلمة fantastic رائع. 58 the opposite the word nearby اللي هو nobody آسف nobody يعني ولا حد فعكسها تبقى everyone كل شخص يعني موجود. 59 كلمة فيل معناها يقع أو يسقط عكسها كلمة إيه؟ عكسها كلمة pass اللي هو ينجح أو يمر من الامتحان. 60 is opposite of possible كلمة ممكن عكسها كلمة impossible بنحط لها اي ام يعني. طيب 61 the opposite of repair عكس كلمة يصلح عكس كلمة يصلح بريك ودامج يعني برضو ناخد A و B مع بعضهم لو خدت دي بس أو دي بس فإجابتك تبقى غلط. 62 the suffix give to the noun word hard إيه هي النهاية اللي بنحطها لكلمة hard؟ هنحط hardship اللي هي العلاقات الصعبة. 63 adjective from the verb create كلمة create عشان نخليها verb نخليها creative مبدع أو حد يعني بيعمل إبداع في شيء. we can to add suffix ايه هي النهايه اللي عشان نحول بيها كلمه teach noun بتتحط لاي فعل طبعا بتحوله الى noun. و used to prefix احنا بنستخدم البدايه بتاعت كلمه this عشان نعمل بيها ايه؟ عشان نعمل بيها antrim طبعا antrim يعني مضاد. 66 يقول لك هنا we can add the suffix احنا ممكن نحط ايه نهايه لايه to the word would عشان نحولها لوord اسمها wooden خلي بالك ودي بتيجي كتير جدا برضو في الامتحانات. طيب 67 يقول لك we have too many attractive lists احنا عندنا اماكن كتيره جدا جذاب. the word attractive كلمه attractive هنا معناها ايه؟ معناها pleasant to look at حاجه حلوه جدا احنا بنبص لها. 68 to make adjective from the verb look عشان نعمل adjective عشان نعمل صفه لفعل اسمه look نحط له ed تبقى locked بمعنى كلمه مغلق. 69 to give opposite عشان ندي كلمه lucky كلمة luckily حاجة محظوظة بنحط لها prefix عامل ازاي؟ كلمة lucky اللي هي بمعنى كلمة محظوظ هنحط لها un تبقى unlucky. 70 the antonym of the word include كلمة include بمعنى يشمل طب عكس كلمة يشمل كده اقدر اللي هو فيه نواقص او في حاجة مش موجودة. علي is 14 years old علي بيكون شخص عنده 14 سنة طبعا هيكون شخص teenager شخص مراهق. 72 the word نقط mean seeing only bad things يعني معناها ان انت شايفك حد يعني
حاجه مش احسن حاجه عندك، حاجه وحشه يعني، تكون نيجاتيف طبعا. طيب يقول لك مرادف كلمه disappointed، واحد محبط تبقى upset، برضه منزعج او محبط. we find difficult reading، بنجد جوع جدا في القراءه تبقى ديسلكس ومعرض صعوبات القراءه. خلي بالك من السؤال بتاع 74 ده برضه. وبكده يا سيدي نكون خلصنا السؤال الرابع كله. يلا بينا بقى يا شباب على السؤال الخامس، وان شاء الله ده سؤال الجرامر. سؤال الجرامر عباره عن 5 بوينت، 5 نقاط. ده بيكونوا على الجرامر، كل واحده بدرجه. مش شرط ان يجي واحده واحده، يعني كل سؤال لوحده، ممكن واحد يجي فيها سؤالين، واحده ما تجيش خالص. طيب احنا هنحل في ظهر الشيت ده. بوستر ده وشه الجرامر انت شفته من شويه، وده ظهره في 131 سؤال شاملين كل افكار اي سؤال ممكن يجي لك في خيالك او غير خيالك في المنهج بتاعك، او سؤال تراكمي جم في الامتحان السنه اللي فاتت، اداءات مهاميه، اداءات اسبوعيه، كل حاجه موجوده فيه. وان شاء الله الاسئله ديت هتكون موجوده بشكل مترتب، كل يونتس لوحدها. هنحط كل افكار كل يونتس لوحدها، بحيث ان احنا نعمل لك ريفيجن سريع قبل اليونتس قبل ما نحل عليه. طيب يلا نبدا مع يونت 1 اللي هو اللي هو كان بعنوان اراوند تاون، اللي هو الوحده الاولى. والوحده الاولى كانت بتقسم لثلاث دروس جرامر. الدرس الجرامر الاولاني كان بيتكلم على البروبوزيشن، حضرتك لازم تبقى حافظ حروف الجر بتاعه المكان والوقت، اللي هي ان واون، اللي هي قدامك على الشاشه هي حاليا. طبعا تخلي بالك من السؤال اللي هو السؤال بتاع المكان، اللي هو بتاع وير از ذا كذا، او هاو دو اي جو، او هاو دو اي جيت، او could you tell me the way to please. turn right turn left on the right on the left. لازم تبقى حافظ حروف الجر كويس. هي بتيجي ناقصه حاجه من الحاجات دي، on تيجي ناقصه كلمه جو، تيرن نقط ليفت فتقول تيرن كده يعني. طيب طبعا تخلي بالك بين ان وان وات اللي هم كانوا بنقول طبعا شهور ايام ساعات. طبعا نخلي بالنا ان تيجي مع الشهور، فصول السنه، السنين، العقود، القرون، فترات اليوم اللي هي in the morning in the afternoon. لكن خلي بالك ان كلمه نايت بتيجي مع at night، هي at night. وقات بقى قدامك بتيجي مع الساعات قبل الاعياد، تحدث عن العمر، خلاص كده. قبل فترات معينه اللي هي بقى تعالى نقراهم مع بعض: at down at noon at midday at night at midnight at break at lunch at dinner at lunch time at dinner time at the weekend at the moment at present on Monday. خلي بالك من الجزئيه دي حلوه قوي. تعالى كده بس اشرحها لك كده. هي هنا لو هو جاب لي مثلا كده مي، قال لي نقط مي، في الحاله دي انت بتحط ان. اما لو قال لي مي وقال لي مثلا بقى يوم 15 2020، المهم ان هو حط يوم في الموضوع، ففي الحاله دي احنا هناخد كلمه اون. هنا اهو ان عشان ده شهر، وهنا اون عشان جاب معاها يوم. خلي بالك من الجزئيه دي. طيب ده كده كان بارت 1 بالنسبه لنا. تعالى بقى كده يلا بقى نتنقل على الشيت ونبدا نحل الجزئيه بتاعت الشيت دي بتاعت يونت 1. يلا يا سيدي نبدا مع بعض الاسئله كده. اول سؤال عندنا بيقول لي where will you be نقط new year days. فهنا نيو يير دايز تاخد اون، لان هو بيتكلم على يوم راس السنه، فهنا هياخد اون. ثانيه بس بظبط الخط. اون. طيب سؤال رقم 2: The library is نقط the end of the road نقط the corner. ده كلمه على بعضها حفظ، كان اسمها on the corner. 3 بيقول لك where is the bank، قال له جو نقط اسمها جو اون، اسمها جو ستريت اون، وممكن نكتب جو باست بس الافضل جو ستريت اون. جو ستريت اون الا فوق هنا كده. طيب فرقم 4: from the station، من محطة القطر. جو ستريت اوف، لا دي لسه قايلين ايه، اسمها جو ستريت اون. جو ستريت اون. خلاص يبقى نحط هنا فوق ستريت اون ونحط تحت اون بس. رقم 5: ماي هاوس نقط تو ذا ريلوي ستيشن. ما دام في حرف الجر تو فانت مجبر تحط كلمة نيكست تو. 6: ماي سكول نقط ذا بانك اند. دي بقى مهمة جدا، ما دام جاب في نص الجملة كده كلمة ان ربطت بمكان اول ومكان تاني، فانت لازم تحط كلمة بتوين، يعني ما بين، مفيش اي اداة تانية تنفع. 7: لوك ات ذا مون، انظر للقمر. اتس نقط اس. هو بيكون ايه بالنسبة لنا؟ السؤال ده سؤال بيعتمد على الفهم. القمر اكيد هيكون فوقنا، فلازم نقول له هنا كده above، يعني القمر بيكون فوقينا. رقم 8: my first lesson begins يعني الدرس بتاعنا هيبدأ نقط 8 o'clock الساعة 8، فطبعا الساعات بتاخد 8. 9: our family usually get together، عائلتنا دايما بتقابل مع بعض نقط breakfast. طيب كنا متفقين وقلنا ان كلمة breakfast اللي هو الفطار تبقى اسمها at the breakfast، الوجبات بتاخد at. 10: my father did نقط the age of 64، في عمر اسمها ايه بقى في عمر دي؟ اسمها at the age of. ده expressions من ضمن الحاجات اللي كنا بنحفظها في A. نفس الكلام رقم 11: we live نقط the edge of the modern technology، احنا بنعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة، برضو تبقى at the modern technology. رقم 12: farmers usually start working، بيقول لك ان الفلاحين دايما بيبداوا شغل نقط down، ده بمعنى كلمة الفجر، فتبقى اسمها برضو at down في الفجر، ومن ضمن الحاجات اللي بنحفظها بقى ايه. 13: لامار was standing، اسمها standing. السؤال ده جامد جدا وما بيجيش كتير خالص، اسمها standing to the right
to the right. ملهاش دعوه ولا بان ولا بان ولا بات. سؤال رقم 13 ده خلي بالك منه مميز ومش بيجي كتير، يعني سؤال فكرته نادره شويه. 14 أميرة usually gets up نقط half past 8، يعني الساعة 8 ونص، فدي ساعة، فمن غير ما نفكر طبعا هنحط كلمة at. 15 the castle dates back، يعني التاريخ بتاع القلعة دي بيعود إلى القرن ال 14، طبعا القرون اللي هي كلمة century بتاخد in. 16 بيقول لي هنا the castle was built، القلعة دي اتبنت نقط برضو 40 century في القرن ال 14، برضو تبقى in. 17 The museum is a good place، المتحف بيكون مكان كويس. نقط ذا ويك اند اكسبريشنز على بعضيه اسمه ات ذا ويك اند، ولو خدت بالك اكتر الاكسبريشنز اللي بتبقى حفظ بتيجي مع ات. 18 Does Reem go shopping نقط ذا افترنون، ذا افترنون ده اجزاء اليوم يبقى اسمها ان ذا افترنون، وما تنساش ات ذا نايت وات ذا ميد نايت. 19 بيقول لك هنا نقط لانش اسمها at lunch time، في وقت الغداء I visit my cousin، انا هزور ابن عمي. 20 I think، خلي بالك ان think الكلمه دالة على ويل كمان اهو. I think the bus will leave نقط 5 minutes. طيب السؤال ده بيطلع بتتلخبط منه جدا، يقول لك يا مستر ما هو ات اهو والمفروض ان الساعات بتاخد ات، لا دي في خلال فتره زمنيه بقى اسمها in a 5 minutes، في خلال 5 دقائق. سؤال رقم 21 بيقول لك the early in، لما يكون بيتكلم على سنه او قرن نحط طبعا in على طول. 22 the leaves of the tree begin to fall، بيقول لك ان اوراق الشجر بتبدا تساقط نقط اوسن في الخريف، فصول السنه بتاخد in spring in summer. 23 علي will travel abroad، علي هيسافر بالخارج نقط في اي شهر من الشهور دي، ما دام شهر من غير ما تفكر برضو حط in. رقم 24 يقول لك هنا نقط the past اسمها in the past many children didn't go to school، في الماضي كان في اطفال كتير جدا مش بتروح المدرسه. 25 she was born in Cairo اهو نقط مارش، وحط هنا 7، حط بقى سنه، ما حط سنه، المهم ان هو حط يوم، بما انه حط يوم فانت مجبر تحط له on. 26 ركز I usually do my homework، انا دايما بعمل واجبي، وخلي بالك ان كلمه homework بيعمل الواجب بياخد فعل do. I usually do my homework نقط the evening، لسه قايلها لك اجزاء اليوم بتاخد in، وما تنساش at night و at midnight. 27 This winter هذا الشتاء it's get cold، هتبقى اكتر night اهي اجزاء اليوم night، لكن هنا تبقى اسمها at night. نقط Saturday morning ما دام بيتكلم على Saturday اللي هو يوم السبت تبقى من غير ما اكمل. 29 he is giving a party نقط his birthday، في عيد الميلاد بتاعه. عيد الميلاد ده عبارة عن يوم، حتى مهما كان شكل السؤال مختلف بالنسبة لك ما تتلخبطش برضه. طيب 30 عمر نيفر جوز، خلي بالك ان نيفر جوز نقط زانون، هنتكلم عن بريزنت سيمبل كمان دقيقتين. زانون تبقى اسمها at noon at midnight at night. طيب كريسمس هنا اللي هو عيد الكريسماس بيقول لك people اس سبيشال ميلز، تاخد هنا at، وده برضو من ضمن الحاجات الحفظ عند حضرتك في الاكسبريشنز بتاعتك. 32 I love sitting at the top، دايما بحب اقعد فوق واتشنج ستريت واتفرج على الشارع. الشارع ساعتها لما تبقى انت فوق هيكون above، لا طبعا هيكون تحتك يعني under. 33 ملك always go to her school نقط her father car، تعالى بقى نقف هنا عند نقط her father car دي، تعالى اشرحها لك دلوقتي على جنب. كل وسائل المواصلات بتاخد حرف الجر باي، الا اذا جه قبل النقط في وسائل المواصلات اي ضمير من الا او الان او الذا او النو ارتكل اداه انا اسف النو ارتكل الا او الان او الذا، او ضمائر الملكيه او اعداد ترتيبيه زي كلمه فيرست وسكند بنستبدلهم باون وان. لو المعدات دي نقدر نمشي جواها بنحط لها اون، ما نقدرش نمشي جواها بنحط لها ان. تعالى اديك، تعالى احلها معاك هنا اقول لك ازاي. السؤال يا سيدي هنا بيقول لك هنا نقط هيز كار، المفروض تقول باي، باي صح، اقول لك لا. هنا العربيه انت تقدر تمشي جواها ما تقدرش تمشي جواها، لا ما نقدرش نمشي جواها، ناخد ساعتها هنا فيها ان، يبقى السؤال ده هنا كده هنحط فيه ان. طب اللي بعده نقط يو ريدي، لا ثواني بقى بنقف هنا كده نرجع تاني هنا بقى، وتعالى نكلمك على البريزنت سيمبل، ده بارت 2 في الوحده بتاعتك. طبعا المضارع البسيط ده اللي هو كان بيتكلم على المواعيد الثابته دايما، كل اللي عايزك تعرفه عنه انك تبقى عارف ان مع الاي واليوز دي بيجي الفعل في المصدر، ومع الهي والشيولت واي اسم مفرد كنا بنزود للفعل بتاعنا اس. النفي كان ليه 3 طرق، لو تحب ان هو ينفي معاك هنبص دايما على الكلمه اللي بعد النقط. لو في المصدر هنحط دونت ودازنت، لو جالي اسم مساوي بحط امنت وازنت وارنت، لو جاب لي فعل اخره اس او فعل اخره اس يبقى كلمه نيفر مع المفرد، اما لو كان اسم جمع فبيكون فعل في المصدر. طيب فكره تانية خلي بالك من السؤال ده، وده اكتر سؤال ممكن يجي، وده فكرته مهمه جدا. لما يجي لك سؤال دايما خلي بالك ان الفعل المساعد هو اللي بيأثر على الفعل الاساسي، السؤال بيبدا بدايه استفهام فعل مساعد فعل اساسي،
المضارع البسيط بنستخدم فيه دو داز لما يكون معانا فعل في المصدر، بنستخدم ام او اذا او ار لما بيكون في اسم وصفه. يبقى دايما بص على اللي بعد الفعل، الفعل ده اللي هو هيكون هنا كده اهو، بص على اللي بعده يقول لك مين اللي قبله، مصدر دو داز، اسم وصفه ام واذ وار. وطبعا خلي بالك ممكن يجي لي سؤال على الكلمات الداله بنحيث مكانها، الكلمه الداله الكلمه الثانيه او الثالثه بعد ام ويز وار، كنا بنسال على الكلام ده كله بقى هو اوفر. ما تنساش كلمه وانس وتوايس ما بيجيش معاهم كلمه تايمز، اما اي رقم تاني بيجي معاه تايمز. يلا نحل بقيه الاسئله بقى بتاعت البريزنت سيمبل اللي قدامنا دي. بيجي هنا يقول لي نقط يو، بص بقى انا بركز اهو، ادي يو جاب لي بعد يو كلمه ريدي، فريدي دي يا باشا عباره عن صفه، بما ان هي صفه محتاجه ام او اذا وار وده الضمير يو، فساعتها هنقول هنا كده ار. طيب 35 احمد ذا انكل يعني عم احمد نقط نقط ذا فيلم ستارت ان ذا سينما. طيب ذا فيلم ستارت ده سؤال، انا اسف انا بصيت على السؤال اللي تحت منه. هنا انكلز احمد دازنت كامز، فعل جه اخره اس، ما ينفعش نمشي بدازنت لان دازنت يجي بعدها المصدر، كنت لسه شارح لك دلوقتي ومراجع لك ان هم ثلاث طرق. 36 نفس الفكره، ادي الفاعل اللي هو ذا فيلم وستارت فعل في المصدر، بما انه فعل في المصدر فساعتها انا ما ينفعش احط له از، لازم احط له دو او داز، بما ان الفيلم مفرد فاحط له اس. 37 بما ان المضارع البسيط كان بيعبر عن العاده او الحقيقه او العمود الثابته، فاقول ذا صن رايسز، هشيل الاز واحط اس بدلها عشان بتكون بتشرق والشمس طبيعي بتشرق. 38 والنقط داز نفس الفكره، والنقط داز ذا نيكست ترين تو كايرو بليز، ما جابش فعل ده جاب كايرو اسم وصفه، يعني محتاج هنا كلمه از او ار. طيب 39 I would prefer، ثواني بقى استناني، تعالى بقى اقول لك القاعده بتاعت would prefer. ده كان بارت 3 عندك في الوحده الاولى اللي هو making suggestion اللي هو عمل اقتراحات. طيب لما نحب نعمل اقتراحات خلي بالك ان احنا كان عندنا صيغتين let's why don't we shall we would you like، دول بيجي بعدهم المصدر. how about what about بيجي بعدهم اي ان جي. واوعى تنسى ان كان عندي فعل اسمه love، كان عندي فعل اسمه love ولايك وبريفير، الثلاث افعال دول بالمنظر ده كده لما يكون قبل منهم الفعل على طول بيجي بعدهم فعل اخر اي ان جي، ولكن لو جاب لهم كلمه وود فانت مجبر تحط بعدهم تو المصدر، ما تنساش دي كويس جدا. حلو، ده كان شكل الاقتراحات بتاعك اللي عندنا. طيب يلا بقى نبدا نحل مع بعض تكمله الشيت بتاعتنا عشان نخلص يونت 1. اول سؤال بيقول لي I would prefer to go to somewhere indoor. طب هي ليه اندور هنا غلط؟ هو عايز يقول بالداخل، هو مش عايز يبقى بالخارج. بص يا سيدي، انت عندك كلمه اسمها اندور واندورز، اندور دي لازم يجي بعد منها هنا ناونز عشان يوصفها، ولكن اندورز بتيجي في اخر الجمله او بعد منها حرف جر يعني ده اسمه ادفيرب، اما الصفه لازم يجي بعدها موصوف. يعني انت كل اللي مطلوب منك تعمله ان شفت كلمه اندور كده انا هخليها اندورز، ازود لها اس لانها جت في اخر الجمله. تعال اشرح لك اكتر في 40. كلاس اند بيقول لك هنا تشيس اند فولي بول، لعبه الشطرنج والفولي بول ار اوت دورز سبورتس. بص هو هنا كده اوت دورز سبورتس دي مش جاب هنا موصوف، يبقى نشيل الاس فتبقى اسمها اوت دور بس، لان اوت دور زي ان دور بالظبط. خلي بالك محوزه بتيجي دايما في الاختيارات. طيب 41 شالوي، شالوي لسه واخدينها من ضمن الصيغات اللي بيجي بعدها المصدر، يبقى هي بينا جو. فروم تو مارك عايز يقول له من السوبر ماركت احود، دي اسمها صيغه الامر وبرده كانت تبع حروف الجر اللي اسمها تيرن رايت وتيرن ليفت. ودايما خلي بالك ان صيغه الامر مالهاش غير حاجه من الاثنين، يا نبدا بفعل في المصدر يا بنبدا بكلمه دول. 43 ذا بلان، طب ده مواعيد ثابته، لما يجيب لي ميعاد ثابت بقى ذا بلان ذا فيلم ايا كان اللي هيجيبه لي هزود لفعله اس، فهتبقى اسمها تيكس اوف ات 7 تومورو. وبكده نكون خلصنا الوحده الاولى. يلا ندخل على الوحده الثانيه. يلا بينا بقى على يونت 2. يونت 2 برضو متقسم لثلاث دروس جرامر، تعال نشوفهم كده مع بعض بسرعه. الثلاث دروس بيبداوا الاول كده، تعالى من اول هنا كده. هنا الدرس بيبدا عندك معاك من حاجه اسمها الادجكتيف، ده اول درس، ولكن بدل ما نشرحه كدرس على يونت 2 بس تعال ناخد عنه ريفيجن شامل مره واحده. الادجكتيف يا سيدي اللي هي الصفه اللي هي ديسكرايب نون اللي بتصف الاسم عندك، متقسمه عندك لثلاث دروس. الدرس الاولاني لما كانت بتصف فيه عاقل وغير عاقل، لما اقول لك مثلا علي از بورد احط للعاقل اي دي في اخر الصفات بتاعته، ولكن لما اقول فيلم از اقول فيلم از بورن. ده كده اول بارت للادجكتيف عندك. البارت التاني لما جينا كلمه ادجكتيف وادفيرب ده درس عندك تراكمي. طب هو تراكمي بناخده ليه؟ لانه بيجي عليه اسئله في الامتحان. طيب تعالى افهمها لك بسرعه كده. انت بتشوف مثلا ده السبجكت بالنسبه لك اللي هو الفاعل اهو، لو الفاعل ده جه هنا بعده فعل بنحط ادفيرب، يعني بنحط اي صفه اخرها ال و عشان تبقى حال. ولكن لو الفاعل ده ما جاش بعديه فعل بنحط صفه عاديه. يعني لما اقول لك ادم از نقط فتبقى ادم از هابي، هابي كلمه صفه عاديه عشان جه قبلها از ما جاش فعل. ولكن لو قلت ادم از بلاينج ما ينفعش اقول هابي، هضطر اقول هابيلي احط ال واي لان جه فيها فعل، فده اسمه الادفيرب. وما تنساش ان كلمه جود الادفيرب بتاعه ويل ودي صفه شاذه. وده الدرس الثاني. الدرس الثالث بتاع النهارده بقى هو درس بتاعك بتاع الايه السوبرليتيف والايه والكومباراتيف اللي هي المقارنه والتفضيل. اول حاجه عايزك تعرف ان الصفه ليها نوعين، قصيره وطويله، قصيره 5 او اقل، الطويله بتكون 6 او اكتر.
الدرس بيتقسم معانا لثلاث حاجات: تساوي ومقارنه وتفضيل. التساوي لازم تبقى عارف ان هو ما بيكونش بيتكلم غير على اتنين بس. نستخدم كلمه اس في الجمله المثبته والمنفيه، نستخدم كلمه سو في الجمله المنفيه بس. ذا سيم بيجي بعد منها الاسم من الصفه. طبعا از اللي هنا مش بتتغير خالص، واهم حاجه ان الصفه اللي هنا ما نضيفلهاش اي حاجه. طيب، اما لما كنا بنتكلم في المقارنه، برضو خليك فاكر ان المقارنه بتتكلم على اتنين بس. ولو جت كلمه اوف تو او كلمه نيفر فدي كي ووردز، دي كلمات داله لدرس المقارنه. رمز المقارنه عندنا كان كلمه زان، بيجي مع الصفه القصيره اي ار، وبتيجي الاي ار بعد الصفه. اما زان بتيجي معاها مور ولس مع الصفه الطويله، وبتيجي قبل الصفه الطويله. وخلي بالك ان احنا ممكن نضحي بكلمه زان لو مفيش حاجه بعد الجمله، يعني علي استول بط ادم استولر، مش بنحط كلمه زان. ده بالنسبه للصفات في المقارنه. اما التفضيل ففيها كلمه ايفر او اوف اول. وخلي بالك ان دايما بتكون بتتكلم على اكتر من اتنين، والرمز بتاعها بيكون زي. زي بتيجي مع الصفه القصيره اي اس تي، وبتيجي مع الصفات الطويله كلمه موست وليست. الصفات الطويله ليها اكتر من ست حروف، وبنضحي بكلمه زي لو جه حاجه من ثلاثه: ابوستروف اس الملكيه، ضمائر ملكيه، اعداد ترتيبيه. في الحاله دي احنا بنضحي بكلمه زي وبنحط كلمه موست وليست او الاس تي لوحدهم. خلاص كده؟ طيب، بعد كده عندنا ما تنساش طبعا ان في صفات شاذه عندنا لازم تبقى حافظها، اللي هي في ست صفات، اللي هي كلمه جود تبقى بيتر ذان وذا بيست، وباد تبقى ورس ذان وذا ورست. حلو. ده كده كان بارت 1. الدرس التاني اسهل بكتير جدا، اللي هو كان بتاع كلمه بوز وايزر ونايزر. الثلاث كلمات دول يا سيدي بمنتهى البساطه كده، تعال ناخدهم واحده واحده. دي مع الثلاثه دول بيتكلموا على اتنين بس. اول واحده معناهم كل من الاتنين. طيب، بيجي بعدها اسم جمع او بيجي بعدها اوف. خلي بالك ان الثلاث حاجات اللي قدامك دول بتيجي منهم واحده بس من الثلاثه. يعني بص، يجي بعدها اسم جمع، يعني لو انا مثلا جبت بعد بص اقول لك بص لازم يجي بعدها اسم جمع، او يجي بعدها اوف وبعدين يجي بعدها كلمه زم او اس، او تيجي في النص معاها كلمه اند حرف الجر بتاعها. دايما الفعل بتاعهم بيكون فعل جمع، يعني احط ار، احط دو، احط فعل في المصدر وهكذا. يبقى اربط بوز بان، ولو جه معاها اوف بيجي بعدها ضمير مفعول بس برضه فعل جمع، يعني حتى لو قال لك بوس اوف بلايرز فهنقول از. اما كلمه ايزر نفس الفكره، بيجي بعدها كلمه اوف، بس دي معناها انك تختار واحد من الاثنين دول، يعني يا ده يا ده. طب ايه الفرق بينها وبين كلمه بوز؟ بوز كان بيجي بعد منها اسم جمع، ايزر اوف بيجي بعدها برضو اسم جمع، بس بيجي بعد منها فعل مفرد مش فعل جمع. وايزر بتاخد حرف الجر اور، لان بوز معاها اند وايزر معاها اور. كلمه نايزر نفس الفكره بالظبط بتاعت ايزر بنفس قواعدها، ولكن خلي بالك ان كلمه نايزر معناها ولا ده ولا ده، وبرضو بتتكلم على اتنين بس. طيب، ركز كده معايا، لو جت اوف او اسم جمع في الحالتين مع ايزر او نايزر كده كده بناخد فعل مفرد. طيب، بعد كلمه اور او نور دايما بنتعامل مع فعل الجمله الثانيه، يعني اللي بيجي بعد نور او اور هو ده اللي بنعمل عليه ان كان مفرد او ان كان جمع، والثلاث دول بيتكلموا على اتنين بس. كلمة نان اوف معناها ولا واحد، بس لازم يكونوا اكتر من اتنين، يعني هي بالظبط زي كلمة نايزر اللي فوق منها دي، ولكن نايزر كانت بتتكلم عن اتنين، ولكن دي بتتكلم عن اكتر من اتنين، وبرضه فعلها مفرد. يعني ركز كده، مش هتلاقي اي كلمة من الاربعة فعلها جمع غير كلمة بوز بس، وكلهم فعلهم مفرد، ولكن دي بتاخد اور، ايزر اور، نايزر نور، ونان بتيجي اوف فقط لا غير. حلو. ده كان الدرس التاني. الدرس التالت بتاعنا كان بيتكلم عن الماضي البسيط والماضي المستمر. الماضي البسيط اللي كان بيتكون من التصريف التاني، من في didn't والمصدر wasn't weren't اسم وصفة، never والتصريف التاني، يعني ايه ثلاث طرق للنفي. نبص دايما على الكلمة اللي بعد النقط ونبدأ نحدد هناخد أي نفي من دول. كان بيليه حاجة اسمها الماضي المستمر، حاجة حصلت في الماضي واستمرت فترة، بيتكون من فيرب ان جي أو wasn't weren't وبرضه فيرب ان جي. طيب، كان في نقطة فيصلية في الجزئية دي، إن كلمة yesterday و last ago دي كلمات دالة على الماضي البسيط. دول كلمات دالة last week last year week ago، كلمات دالة على الماضي البسيط. ولكن لو حطيت لهم فترة زمنية يعني at 7 last week هتبقى كلمات دالة على الماضي المستمر. وركز في النقطة دي كويس جدا. بعد كده نقفل بقى بآخر حاجة الروابط. عندنا كان عندنا ثلاث روابط. كلمة while كان في، خلي بالك إن في كلمة بتساويها اسمها as أو just as، ممكن يجيب لك واحدة من دول ما تبقاش مألوفة على عينك، ولكن هما بيساووا كلمة while. while كان ليها ثلاث قواعد، بيجي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط لما الزمن الأول يقطع التاني. فنخلي بالنا دايما بنشوف ايه الكوميونتي، الحاجه المتواصله ما بين الماضي الجملتين اللي مع بعضينا، عشان نقدر نحدد مين هيبقى مستمر او بسيط. لو قطع التاني تبقى ماضي بسيط، ما قطعش بقى مستمر مستمر. ما كانش في فاعل بعد كلمه وايل بنحط اي ان جي وبعدها ماضي بسيط. اما كلمه وين ليها قاعدتين، بيجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر لما قطع التاني، وبيجي بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط لما فعل الجمله الاولى يكون نفس فعل الجمله الثانيه. اما كلمه during فبيجي بعد منها الاسم فقط. طيب كده احنا خدنا نبذه سريعه جدا على الجرامر بتاعنا. تعالى بقى نشوف الحل بتاع الاسئله بتاعتنا. نبدا بسؤال رقم 44. which of two بيتكلم على تو من غير ما دام اتكلم على تو تبقى مقارنه على طول، فهنشيل كلمه جود ونحط بيتر لان دي صفه شاذه. 45. I think Cairo it's Egypt's oldest. هو كده بيتكلم ان هو عاوز يقول ذا oldest، ممتاز، ولكن في apostrophe اس الملكيه اوعى تتخدع،
فهنحط oldest من غير ذا. سؤال مهم جدا خلي بالك منه. سؤال رقم 46. Mars is not far away. طيب يقول لك هنا far away يعني الكوكب بتاع مار ده بيكون ابعد من كوكب الشمس، بس في كلمه زان. ما دام في كلمه زان يبقى احنا محتاجين مقارنه، ولكن كلمه فار اللي بمعنى ابعد دي كلمه شاذه برضو. خلي بالك ان دي يبقى اسمها فارزر. ممكن تبقى اف اي تي اتش اي ار، او ممكن تبقى بدل الاف اي تبقى اف يو، الاجابتين ساعتها يبقوا صح. سؤال رقم 47. The news film as not less interesting as display، زي المسرحيه. هنا في از واز ده بيتكلموا عن المقارنه، فاحنا محتاجين صفه من غير اي اضافات، فهنحط interesting من غير less. 48. tourists say Egypt is a good place. في كلمه ذا وفي good. ذا دي بصفه تفضيل فهنشيل كلمه good ونستبدلها ب best، تكون Egypt the best. 49. there is nothing not good than sadness. يقول لك مفيش حاجه اسوأ من الحزن، فجاب كلمه زان مع كلمه جود، فطبيعي هنبدلها بكلمه bitter. 50. it's good food I ever had it. ما دام في كلمه ever فدي كلمه داله على التفضيل، فهنشيل كلمه جود ونخليها the best. طيب رقم 51. woman usually leave نقط long than men. يعني الستات بتعيش اكتر من الرجاله، ده شيء مفروغ من الامر، ولكن هنا هنخليها longer عشان في كلمه زان. 52. call us for يعني اخبرنا عن معلومات اكثر، فنفس الفكره هنا فار هنخليها farther، ودي كانت الكلمه الشاذه اللي لسه متكلمين عليها. 53. this is the expensive phone. في ذا expensive دي صفه طويله، يبقى بس ركز بقى كده. يقول لك I can't buy it، انا مش هقدر اشتريه، فساعتها تقول ان هو most expensive. ذا most expensive، ولازم تكتب كلمه expensive كمان. نفس الجمله هي ولكن اختلفت في حاجه في اخر الجمله غيرت سياقها كلها. تعال نشوف كده مع بعض. في رقم 54 بيقول لي this is نقط expensive phone in the store I can buy it. انا اقدر اشتريه، بما اني اقدر اشتريه فده يعني كده هيكون the least expensive، اقل حاجه سعرا، لان ده هو هيقدر يشتريه. طيب سؤال رقم 55. سؤال رقم 55. I am interested in music than. هو عايز يقول ان هو مهتم بالموسيقى اكتر من الرياضه، فانترستد صفه طويله فهنحط قبلها more interested. 56. of all the students نورا is clever girl in this class. بيتكلم عن نورا بالنسبه للفصل، فده اكيد صفه تفضيل فهتبقى اسمها the cleverest، نزود لها اي اس تي. 57. I don't live in Alexandria. انا مش بعيش في الكسندريه. مي ينفع اقول مي تو؟ مي تو يعني وانا كمان، لا هتبقى مي ايزر اللي هو وانا كمان برضو، بس اللي هو ولا انا ولا انت كمان، يعني احنا الاثنين زي بعض. 58. بوث اوف ذيم كنت لسه قايل لك من شويه في السؤال رقم 58 لما يقول لك بوث اوف ذيم دايما بيجي بعدها فعل جمع. ده فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار في البريزنت، ووز وير في الايه في الباست. لما نيجي نكمل الجمله هنلاقي مكتوب they didn't study، يعني بيتكلم في الماضي، فساعتها هنستخدم كلمه where. 59. both of my parents is teacher. هل يقول لك يعني عايز يقول لك كل من والدي بيكونوا مدرسين. طيب هو كلمة بوس ليه غلط؟ كلمة بوس غلط لأن هو هنا جاب فعل مفرد إز، عشان كنا ناخد دي كان لازم يكون فعل جمع، فعشان كده هقول كل من، فتبقى either of my parents. رقم 60. بيقول لك بوس اوف وي. لا طبعا احنا مش عايزين وي ده ضمير فاعل، احنا عايزين ضمير مفعول، فهنخليها كلمة زم. 61. بوس اوف زي. لا هتبقى انا اسف اللي فوق تبقى بوس اوف اس بديل وي، وهنا هتبقى زم. سؤال رقم 62. بوس احمد اند اي. كل من انا واحمد. احنا اتفقنا ان كده كده ان بوس اوف بيجي بعدها فاعل جمع، فهنقول اي ار، ودي هتبقى بالنسبه لك مختلفه. 53. يو كان بوس ستادي هارد اور. في اور يبقى من غير ما تفكر حط ايزر على طول. 64. نون اوف ذا فيلم نور. في كلمه نور تبقى نايزر اللي اولها حرف الان من غير كلام. 65. بيقول لك there is no simple answer to. none زوز تو بيتكلم على اتنين بس، يعني هو هنا كده بيتكلم على حاجتين اتنين بس، فساعتها هنستبدل كلمة نون بكلمة ايزر برضو، ايزر اللي اولها اي. 66. there were houses انه at both sides of the road، تبقى هنا هتبقى ايزر برضو. طيب 67. ايزر علي or his friends. احنا اتفقنا ان لما يكون في كلمة اور او نور دايما بنتعامل مع فاعل الجملة التانية، والجملة التانية friends يعني جمع، فهنستبدل فيرب تو بي بار لان الجملة في المضارع. 68. tea or coffee نقط ثانكس I have just had كولا. انا مش هشرب اي حاجه من الحاجات دي كلها لان انا بالفعل تناولت كولا، وكان بيتكلم عن حاجتين اتنين بس، فناخد كلمه نايزر. وبكده نكون خلصنا الوحدات التانية. يلا سؤال رقم 69. هنا كلمه وايل يجي بقى عشان مفيش فعل فيجي بعدها فعل اخره ان جي فتبقى اسمها sleeping. watch هتبقى watching. while احمد was going to school. اثناء ما احمد كان رايح للمدرسه هو شاف حادثه، فهو ذهابه ده الحادثه قطعت ده يبقى سي، يبقى ناخد الماضي البسيط سو، لان لو ما كانش قطع كنا خدناه ماضي مستمر.
سؤال رقم 72 بيقول لك I couldn't answer this door as دي اللي هي زي كلمة while بالظبط. كده كده as أو while أو as أو just as بيجي بعدهم ماضي مستمر، فتبقى اسمها was having. 73 what نقط you doing فعل آخره ing، فطبيعي يبقى محتاج was أو were. ولو ركزت كده معايا هتلاقي مكتوب هنا yesterday وجي معاه فترة زمنية، عشان كده هو ماضي مستمر، لأن لو ما كان من غير فترة زمنية كان هيبقى ماضي بسيط. 74 while the party ده اللي هو noun، يحط هنا كلمة during أثناء، لأن during هيجي بعدها noun. 75 while I know at B ده اللي هو am أو is أو are أو was أو were في الماضي، ناخد هنا was watching. 76 what were you doing when بيجي بعدها ماضي بسيط phoned اتصلت بيك. as بيجي بعدها ماضي مستمر he was surfing the internet هو كان بيتصفح الانترنت. he dropped the phone التليفون لما هو بيتصفح الانترنت وقع منه فده وقف الحدث، فتبقى اسمها dropped اسقط ماضي بسيط. حدث قطع حدث التاني. The train arrived just as نفس الكلام، يبقى we're waiting لأن as زيها بالظبط زي كلمة while we're waiting. 79 while we were having lunch my dad came بابا أتى، بابا جه وأنا بتغدى وقف الغدا بتاعي. رقم 80 just as هي كلمة while my mom cooking ماما بقى كانت بتطبخ وأنا كنت بقرأ الكتاب. هل أنا كده ضايقت ماما أو ماما ضايقتني؟ لا، فتبقى هنا was reading. خلي بالك أدي اللي كنت بتكلم عليه، حدث أول لم يقطع الحدث التاني. سؤال رقم 81 يقول لي هنا she couldn't come to the party هي ما عرفتش تيجي الحفلة she had to work. ده يونت سؤال من يونت 6 جه كده غلط شوية. رقم 82 I break my leg when I was skiing لما كنت بتسلق هنا تبقى break، لا أنا عايز أقول رجلي اتكسرت، ده ماضي بسيط. فعل الجملة الأولى وفعل الجملة الثانية. yesterday my sister draw اللي هي رسمت، لا هتبقى بالإي عشان في هنا كلمة مين yesterday في أول الجملة. 84 ذا اولد ليدي السيده الكبيره وقعت. كلمه وقعت تبقى فل اف اي ال يسقط في الماضي، اف اي ال يسقط في المضارع، وادي كلمه ازايل. طيب 85 اي نقط لوز ماي ماني وايل اي واز ووكينج along ستريت لما كنت ماشي في الشارع وقعت فلوس، فعايز ماضي بسيط عشان وايل في النص يجي قبلها ماضي بسيط تبقى لوست. يلا بقى نتكلم على الوحده الرابعه انا اسف نتكلم على الوحده الثالثه. الوحده الثالثه ديت اللي هي بتتقسم لدرسين سهلين جدا، هو المضارع المستمر وجوينج تو. كل اللي عايزك تعرفه ان المضارع المستمر بيتكون من ام ويز وار فيرب ان جي، اما جوينج تو بتتكون من ام ويز وار وجوينج تو مصدر. الفرق بين الاثنين او يقدر يفرق لك بين الاثنين لو جت في الامتحان، وده سؤال متوقع بشكل كبير جدا، ان المضارع المستمر دي كلماته الداله arrange او arrangement او prepare او كلمه book. الكلمات دي لو لقيتها فاحنا بنحتاج ناخد مضارع مستمر. اما لو لقيت كلمه intend او intention او كلمه decide او make up my mind او plan او planning كلمات ساعتها، فانت مضطر تاخد كلمه going to. اوعى تنسى ان ار يو بتحول الى اي ام. ده باختصار شديد يونت 3، لان انا كان الجزء اللي كان فاضل اللي هو كان بتاع الصفه بتاعت العاقل بتاخد الاي دي والغير العاقل بتاخد اي ان جي، ودي رجعتها لك في الوحده اللي فاتت واحنا لسه نشرح حالا من شويه. طيب يلا بقى نحل الاسئله بتاعتنا كده على طول ونشوف اسئلتنا بتقول ايه. I don't buying used car انا مش هشتري عربيه مستخدمه تبقى used car احط لها اي دي. 87 بريكفاست الفطار I prefer eating انا بحب اكل البيض مسلوق مش لسه بيتسلق، برضو نفس فكره السؤال الاولاني نحط له اي دي. The children were sad الاطفال كانوا حزنين جدا بكذا النتائج كانت disappointed كانت محبطه، فهنا بيتكلم على النتائج غير عاقل فهنزود لها اي ان جي يبقى disappointing. طيب سؤال رقم 89 بيقول لك we were happy as the results were really حقا انا كان مبسوط جدا عشان النتائج، برضو بيتكلم على غير عاقل، بما انه بيتكلم على غير عاقل برضو هنزود للصفه اي ان جي يبقى encouraging على التشجيع حط الصفه وزود لها ان جي. the teacher هنا بيتكلم على عاقل تبقى annoyed تحط اي دي. I am too tired انت اللي تعبان صح كده يبقى برضو نحط اي دي يبقى I am tired. رقم 92 ذا فيلم ووز الفيلم ده غير عاقل تبقى اميزنج حط اي ان جي. مروه از فراي تند زود لها اي دي كانت خايفه لان هي عاقل يبقى اي دي على طول. طيب في يونت 5 يونت 4 ويونت 5 كان الجرامر بتاعهم كان جرامر مشترك، كان بيتكلم على بريزنت بيرفكت. عايزك تبقى عارف كويس جدا ان البريزنت بيرفكت ده كان بيتكون من هاب او هاز والتصريف الثالث، وكان بيتكون من كلمات داله. مطلوب منك انك تبقى حافظ الكلمات الداله دي وعارف كل كلمه ايه دورها. يعني كلمه ايفر بمعنى من قبل بتيجي الكلمه الثالثه في السؤال او بتيجي في الجمله بشيء هيحصل لك للمره الاولى. كلمه نيفر بديل كلمه نوت بتيجي الكلمه الثالثه في الجمله المنفيه عشان تقول الحاجه دي ما حصلتش ابدا. كلمه جاست معناها حالا بتيجي الكلمه الثالثه في الجمله المثبته بس. اوريدي بتيجي الكلمه الثالثه في الجمله المثبته او اخر الجمله المثبته او اخر الجمله اللي بتدل على التعجب مش اللي فيه علامه تعجب اللي بتدل على التعجب.
ودايما بيكون فاصلها كلمه يت، او اللي بيقارنها دايما كلمه يت، لان يت بتيجي اخر الجمله المنفيه يعني اللي فيها كلمه نوت، او بتيجي اخر السؤال العادي اللي مش بيدل على التعجب، يبقى اوريدي بديل كلمه يت. عندك كلمه سنس كان بيجي بعدها بدايه الفتره الزمنيه معناها منذ، فور معناها لمده، وبيجي بعدها فتره زمنيه محدده. وطبعا البوينتس المهمه اللي ما تنساهاش ان كلمه بين تو معناها ان هو ذهب وعاد، اما جون تو او جان تو معناها ذهب ولم يعد، وساعتها لو جات لك في الجرامر فيجيب لك جمله توضيحيه ان هو لسه هناك ولا لا. اوعى تنسى ان كلمه سنس وام بيلخبطوك جدا، لان بيجي قبل منه بعد منهم سنه يعني 2005 2004، ولكن ام تاخد سنس وام على حسب اللي قبله. كلمه سنس كان بيجي قبلها مضارع تام، ولكن ان ماضي بسيط. نفس الفكره كلمه سنس وكلمه وين، الاثنين بيجي بعدهم ماضي بسيط، ولكن الفرق بينهم على حسب اللي قبلهم برضه. لو جه قبل كلمه سنس مضارع تام فبنحط ساعتها سنس للماضي البسيط، وين بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط لما فعل الجمله الاولى يكون هو نفس فعل الجمله الثانيه. وخلي بالك كويس جدا ان كلمه سنس بيجي قبلها تصريف ثالث وبعدها تصريف تاني، ما تنساش دي لان دي بتلخبط الطلبه كتير جدا. يلا بينا بقى نكمل حل الاسئله بتاعتنا. بيقول لي هنا هذا علي worked at the school he to Cairo. طيب هنا ده هنا سؤال بالنسبه لي، المفروض ان انا ده مضارع تام، فانا اقول له هنا هي سنس بيجي بعد منها ايه؟ بيجي بعد منها ماضي بسيط، فهنقول moved نزود لها دي بس. 95 have you been at the school not a long time؟ طبعا كلمه long time اسمها for a long time من غير كلام. 96 I have learned English already a month، يعني انا اتعلمت انجليزي نقط شهر. طيب هنا بيقول لك كلمة a month دي فترة محددة، فهنحط لها كلمة for طبعا. 97 بيقول لي I have learned English برضو a month، الجملة دي متكررة برضو for. طيب 98 I know it has terrible headache، أنا عندي صداع for، ما دام في كلمة for دي كلمة دالة فأنا محتاج مضارع تام. خلي بالك إن has دي بتلخبط جدا، هي was، لو جت was كنت حطيتها has been، أما بما إن هي جت has فأنا هخليها has had وهاز بين، ما تنساش الكلمتين دول. 99 she has gone، لا طبعا هي شوف ركز بقى كده، بيقول لك she has gone to China she isn't here، هي مش هنا، ده معناه ان هي ايه؟ يعني ان هي راحت وما جاتش، يبقى gone to. طب she has not she here now، هي دلوقتي بقت هنا، ساعتها تبقى been to، وادي اللي كنت بكلمك عليهم من شويه. سؤال رقم 101 have you ever be، لا التصريف الثالث من be been. رقم 102 I have lived in this house just I was born، طبعا بداية فترة زمنية حط لها كلمة since لأن just بتيجي الكلمة التالتة في الجملة المثبتة. 103 I haven't heard not last September، last September دي بداية فترة زمنية فهنحط كلمة since، ولكن نتأكد الأول إنه كان مضارع تام أهو. 104 بيقول لي we have been married when more than أكتر من 50 سنة، ما دام كلمة أكتر من 50 سنة دي بتاخد for more كذا، دي بتبقى for ودي كلمة شاذة وخلي بالك منها، يعني ده سؤال مش معتاد. 105 have you ever have you finished your homework for، لا طبعا ده سؤال عادي فهنحط اخر السؤال العادي كلمة yet. 106 I haven't done my shopping، haven't اخر الجملة المنفية برضو بيكون yet. طيب يلا بينا ننتقل على يونت 5. وجرامر يونت 5 كان بيتكلم، انا اسف جرامر يونت 5 وبرضو نفس الفكرة بتاعت البريزنت بيرفكت. جرامر يونت 6 بقى واخر جرامر عندنا بيتكلم على الافعال الناقصة. عندي هنا كلمة must و have to has to ده إلزام داخلي، حاجة أنت بتعملها بمزاجك. have to has to ده إلزام خارجي، و had to ده الإلزام في الماضي. بننفي must بكلمة mustn't، ولكن هنا have to has to بننفيها ب don't و doesn't و didn't، ويجي معاهم كلمة have to. طيب يبقى don't و doesn't و didn't التلاتة بياخدوا have، مفيش حاجة اسمها has و had طول ما في don't و doesn't أو didn't. ده هنا لأ، بس في اختيارات، هنا لأ بتاعت التحريم اللي هي must. بعد كده اتكلمنا على الابيليتي اللي هي القدرة، كان عندي الابيليتي اللي هي اسمها كان والمصدر، كانت بتساوي am أو is أو are able to برضو المصدر. الابيليتي ات ذا باست القدره في الماضي كانت كلمه كود، وكانت ممكن تبقى اسمها ووز او وير ايبل تو برضه فعل في المصدر. كان عندي حاجه اسمها النصيحه اللي هي الادفايزنج بتاخد شود او شودن، وكان عندي اي ام نوت شور اللي هي بتاعت الاحتماليه كانت بتاخد مي او مايت والمصدر، والاثنين بيساووا بعض وبنختارهم لما يجي في الجمله اي ام نوت شور. حلو كده يا سيدي. طيب لخصنا لك الكلمتين دول بقى، قلنا لك ان هاف تو دي بتيجي مع كلمه دو داز وديد، يبقى طول ما الفعل المساعد دو داز ديد احنا بنستخدم معاهم هاف تو. في ام او از او ار او ووز او وير بنستخدم معاهم ايبل تو اللي هو قادر على. الرسمه دي بقى اتمنى ان انت ما تنساش ابدا لان انت تحتاجها في كل وحداتك. ثلاث افعال مهمين جدا، فيرب تو بي في المضارع ام واز وار، خلي بالك من ده، الماضي بتاعها ووز وير، المصدر بتاعها اسمه بي، التصريف التالت بين، المستمر بين. هاف وهاز مضارع، هاد ماضي، هاف ده المصدر، هاد ده التصريف التالت، هافنج المستمر. دو داز مضارع، ديد ماضي، دو المصدر، دان تصريف تالت، دوين فيرب ان جي. هتحتاجهم في كل الافعال بتاعتك، ممكن يجي لك في يونت 6 مثلا يجيب لك ار فانت ساعتها تكتب له بي، يجيب لك ديد فتكتب له دو، يجيب لك في الوحده اللي احنا فيها الرابعه والخامسه يجيب لك كلمه دو تقول له لا انا محتاج كلمه دان، يجيب لك ام او زار تقول له انا محتاج بين.
يجيب لك عايز حاجه مستمره فتبقى محتاج كلمه being، ركز مثلا في الوحده التانيه يقول لك while be لا تبقى while being، while have لا while having. خلاص. وخلي بالك من الوحده الرابعه والخامسه في حته بالذات لو جاب لك فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار او وز او وير، ساعتها انت بتحط هاف او از الاول وبعدين بتحط كلمه بين اللي هو التصريف التالت او هاد او لو كان جايب حسب الفعل اللي كان جايبه. ده كده كان الجرامر بتاعنا كله. يلا نرجع بقى على الشيت ونخلصه ان شاء الله. طيب يلا نبدا من سؤال رقم 107. بيقول لي منى ماست جو تو سكول اون فرايداي. اكيد ده هنا في يوم فرايداي تبقى ماست، ما تنفعش ان هي تروح اصلا يوم الجمعه بتاعتها المدرسه. 108 بيقول لي وي نوت هاف تو ثرو، يجب علينا احنا نرمي الكمامه في الشارع. لا طبعا هنقول دونت هاف تو. دونت هاف تو. طيب رقم 109 بيقول لي عادل نقط هاز تو درينك بليوتد ووتر. لا طبعا ما ينفعش يشرب، فهنقول هنا كده doesn't. وطبعا بما اني حطيت doesn't فهشيل هاز واخليها هاف تو. 110 سلمى isn't have. في حاجه اسمها هاف تو ينفع يجي معاها isn't؟ لا طبعا هاف تو بيجي معاها doesn't. طيب الجمله بتشوفها بس الاول هي مضارع ولا ماضي؟ لا بيقول لك هنا ذات اتس crowded، كان السؤال كانت مزدحمه فتبقى didn't، ولو كانت مضارع كانت تبقى doesn't. 111 علي دونت هاف. لا علي طبعا ما ياخدش دونت، علي يبقى اسمها دازنت هاف. 112 علي دونت هاف برضه تبقى هنا مش دونت، بس خلي بالك انا اسف. 111 قال لي علي دونت هاف جو تو دكتور يسترداي. هي واز سو ال، هو كان عيان جدا. هو كان عيان جدا يبقى شي هاد تو. اسف، لان هو كان عيان جدا. هنا في 112 علي دونت هاف تو هو ما كانش عيان يبقى didn't have to. ركز في 111 و 112 دول. شفت في الاخر الجمله غير الاجابات ازاي؟ 113 she has to be at home I am not sure، هي مش متاكده، ما دام مش متاكده يبقى على طول نحط كلمه مي او كلمه might. 114 what time must you have to. ايه ده؟ دي في have to، يبقى have to يبقى لازم نحط هنا كلمه do، لان do does و did بيجوا مع have to، am و is و are بيجوا مع able to. 115 are you have. لا طبعا ما ينفعش تبقى are، في هنا last week تبقى did، لان لو ما كانش في last week كنا هنحط do. 116 you has to take this photo it's forbidden، ده بيكون ممنوع من غير ما تفكر، دي كلمه داله على كلمه mustn't. كلمه forbidden او against the law ضد القانون تبقى mustn't على طول. 117 our class has to do the exam it was hard، كان الامتحان صعب جدا، يبقى هنا المفروض كان had to. طيب 118 we has to work at the museum as we، يقول لك هنا هم يجب ان هم يمشوا في المتحف، لا ما كانوش يمشوا بالاتوبيس، يبقى هنا don't have to، ما كانوش لازم ان هم يمشوا بالمتحف في المتحف يعني. 119 علي travel to Paris next summer he booked. booked اللي هي كلمة حجز، ده بتاعت المضارع المستمر اهو، ده بتاعت الوحدة الثالثة. بما ان في هنا كلمة booked فهنخليها are traveling. هنا في كلمة decide دي كلمة دالة على going to فهنحط am ونكتب برضو going to زي ما هي. 121 I am very hungry I have a sandwich. انا جعان جدا، لا ده قرار سريع، القرارات السريعه بتاخد حاجه اسمها will، يبقى will have a sandwich، انا هتناول الايه البتاع الساندوتش يعني. 122 I want to study online I intend. كلمة intend بمعنى كلمة ينوي. أنا مثلا مش عارف ده، تعالى كده أرجع intend دي كده، لما أرجع هنا كده هلاقي إن كلمة intend أهي، يبقى أنا مضطر أستخدم هنا going to. يبقى اللي حلل لي السؤال ده هي كلمة intend أهي، اللي أنا خليتها تبقى going to. يبقى انا هحط هنا I'm going to study. I promise. promise دي كلمة دالة على كلمة will فهنقول I will help. 124 I will travel abroad next prepare. نفس الفكرة كلمة prepare دي ارجع كده نفس الكلام اهو، ادي هنا كلمة prepare دي على على مين؟ على am او is او verb ing مضارع مستمر. يعني انت محتاج تحط هنا كده بدل am travel بدل will travel تبقى am traveling، يعني نشيل دي ونحط am ونزود الفعل ing. 125 tomorrow will meet. لا اسمها هنا في arranged تبقى am meeting، برضو كلمة دالة am ونحط meet ing. 126 look out دي كلمة دالة على going to، يبقى نقول are going to burn yourself هتحرق نفسك. 127 منار is clever she going to bus. لا تبقى she will، تنبؤ بدون دليل. 128 what will you going، في هنا going to تبقى are على طول. شيماء will start the shirt is plan. plan دي خطة، بص كلها كلمات دالة تبقى is going to. 130 I going لا اسمها I am going. I am going وتحط كمان بعد going وتكتب كمان to. آخر سؤال عندنا look at the very dark clouds، تنبؤ بدليل يبقى is going to rain. وبكده نكون خلصنا السؤال الخامس. يلا بينا على آخر سؤال. يلا بينا بقى على آخر سؤال عندك في الامتحان وهو سؤال الباراجراف. بص يا سيدي، سؤال الباراجراف عندك في تالتة إعدادي الباراجراف ده بقاش مسمى باراجراف، طبعا احنا اتفقنا إن هو بقى اسمه ريفيو أو شورت ستوري أو بايوجرافي. طبعا الحمد لله بما إن الامتحانات طلعت بقت نموذج واحد، فده شيء كويس جدا، فده هيخلينا يبقى توقعاتنا أحسن إن شاء الله
باذن الله في المراجعه بتاعتنا نقول ايه اللي ممكن يجي. ولكن تعال نفهم كده، احنا عندنا ريفيو، شورت ستوري وبايوجرافي. يفضل انك تحفظ شورت ستوري واحده بس وبايوجرافي واحد بس. اللي هيكون في تعدد في الحفظ هو الريفيو بس. البايوجرافي هتحفظ سيره ذاتيه واحده بس عن محمد صلاح او مجدي يعقوب، وهتحفظ شورت ستوري، وان شورت ستوري بس. ولو جاب لك في الامتحان ما بيحددلكش القصه، بتكتب شورت ستوري. ولو قال لك شورت ستوري اباوت مثلا يور مثلا لاست تريب، رحلتك الاخيره، فهنتكلم على الاسماعيليه اللي انت هتبقى حافظها بالفعل من الريفيو. يبقى واحد بايوجراف واحد شورت ستوري. تعال بقى نشوف البايوجراف اللي عندنا هنا انا هعمله لك ازاي. بصرف النظر ان انا مش بحب الطلبه اللي بتحفظ جمل لمقدمه وخاتمه او الكلام ده، ولكن ضفت لك بعض الجمل ان ممكن تستخدمهم في لما كنت تكتب قصه. مثلا اقول مثلا كلمه فيرست اوف اول في الاول، ات ذا اند، اثناء مثلا كان بيحصل كذا، ذا مورال الهدف من القصه. دي بعض المصطلحات اللي انت ممكن تستخدمها في الشورت ستوري بتاعتك. ودي بعض الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها برضو لو بتقدم عن اي بايوجرافي، اي سيره ذاتيه. اسمه كذا، ساكن كذا، عمره كذا، هوايته كذا. فانت ممكن تضيف بس بعض الكلمات وكده تكتب عن اي بايوجرافي انت عايزه. وانا اعمل لك شورت ستوري كموديل انسر، واعمل لك برضو بايوجرافي بنفس الفكره كموديل انسر. اما بالنسبه للريفيو اللي هو المقال النقدي، فعملت لك برضو بعض المصطلحات اللي ممكن تساعدك الى حد ما في كتابه اي ريفيو. حلو كده يا سيدي. فانت كده عندك بعض الكلمات للشورت ستوري، بعض الكلمات للبايوجرافي، بعض الكلمات للريفيو. طيب تعالى بقى هنا في الصفحه رقم 16، ده طبعا الموديل انسر بتاع اللي قدامك فوق خالص ده، بتاع السؤال الرابع. طيب ايه الريفيوهات اللي عندنا بقى بعد اذنك؟ قبل ما نتكلم عن الريفيوهات اللي عندنا، خلي بالك من تحسين خطك. نكتب كل الازمنه في زمن واحد. نخلي بالنا بالبنكتويشن بشكل كويس جدا. لو سمحت بلاش نعيد الجمل، ما نكتبش عن موضوعين في موضوع واحد. خلي بالك من المسافات بتاعتك، البنكتويشن مهمه جدا جدا جدا. طيب الموضوع بتاعنا هنا بيبدا اول حاجه على فيزيت تو الاسماعيليه، وده كان يونت 1، وده من اكتر الوحدات المهمه عندنا. ممكن يجي لي في محادثه، يجي لي في سؤال تاني، يجي لي في باراجراف. لو سمحت، مش مستحب انك تقرا، انك مراجعه ليله الامتحان دي مش انك تراجع تقرا بس. لازم يبقى معاك ورقه وقلم، وعلى الاقل تكتبه مره على الغايب. لازم دي مراجعه السؤال السادس، انك تراجعه وانك تكتبه. طيب الموضوع التاني برضو كان في يونت 1، كان تايب اوف ترانسبورت، وسائل المواصلات، وده كان الوحده الاولى. الوحده التانيه كان عندنا الاونلاين شوبينج، اللي هو تسوق عبر الانترنت. وكان عندنا برضو ريفيو about something you bought in online، حاجه انت اشتريتها من على الاونلاين. وكان عندنا مبادره حياه كريمه، ده في الوحده اللي بعد منها. وخلي بالك دي تريب تو الاورمان جاردن، دي حاجه بالنسبه لي استثنائيه، حابب تقراها بس just for reading. اللي محتاجك تكتبه بشكل مهم جدا، الاسماعيليه ادي واحد. عايزك تكلمني على وسائل المواصلات. التسوق على الانترنت مهم جدا بالنسبه لي. والتسوق على الانترنت هو بالنسبه لي الشوبنج اونلاين. يعني انت لو قدرت تكتب ده هتكتب ده، فانت محتاج انك تحضر واحد كويس جدا. المبادره ما بتجيش في المحادثه، ما بتجيش في الريفيو، ولكن ممكن تجي لك في سؤال اكمل او السؤال الثالث في القطعه بتاعتك. عندك الهاند كرافتس برضو مش بتيجي انك تكتبها، ممكن تجي لك في قطعه او تجي لك في سؤال تاني. يعني معنى كده ان انا بستبعد شويه المبادره، بستبعد الهاند كرافتس، بستبعد ايه تاني اللي هو بوت اونلاين ده، لان هو ممكن يجي لك بشكل ايه استثنائي. الهوبي، الهوايه، ده مهم جدا، خليك حافظه، ده حاجه اوت اوف ذا بوكس. خليك تتكلم على هوايه اللي هو بقى بتتكلم على كوره، قراءه، سماع موسيقى، اللي انت حابب تقراه او حابب تقرا الموضوع تكتب زيه بالظبط. طيب تينيجر بروبلمز، مشاكل المراهقين، برضو ده موضوع الى حد ما يعني 50% محتمل ان هو ممكن يجي حاجه زي كده. طيب ويت اوف ريلاكس، طرق الاسترخاء، برضو من الموضوعات المهمه جدا، هي دايما بتيجي في السؤال الثالث في الامتحان. اللي هو هاند بول، فريق كرة اليد، ده ممكن يجي في السؤال التالت بس، ما يجيش خالص عندك. الكوميونتي ده لسه جاي السنة دي 2025 لمحافظة القاهرة، لسه جاي لزمايلكم أول امبارح، اللي هو بيتكلم على الكوميونتي، المجتمع بتاعنا. اشورت ستوري، ده القصة اللي كنت بكلمك عليها، ان انت مطلوب منك انك تحفظ قصة واحدة بس مش اكتر من كده. الموضوعات دي بقى ما بتجيش خالص، يعني الحاجات دي اللي هو اليقظة ده ما بيجيش خالص انك تكتب عنه، ولكن ممكن يجي لك كسؤال اختار، او يجي لك في السؤال التالت، فانا كاتبه لك تاخد عنه فكره. ريسايكلينج مهم جدا ولازم تقراه وتعمل عليه موضوع. صعوبات القراءه، ديسلكس برضو بيجي في السؤال التالت او التاني، خد عنه فكره واقراه بس. A review about your advice to solve your problem، حل مشاكل صديقك، برضو just reading اقراه، لان هو برضو اوت اوف ذا بوكس مش قوي يعني. طيب اخر صفحه، انا مش هنقول الكلام ده. اه كده اخر صفحه دي كده عندنا. وبكده يا سيدي نكون خلصنا معاك المراجعه. وان شاء الله اتمنى لك ان شاء الله حظ موفق، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك الدرجات النهائيه. وانا واثق في ان انتوا باذن الله هتحققوا الدرجات النهائيه. انت تعبت، وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك ده على الارض. وانت خلاص كده عملت اللي عليك. نام وسيبها على الله، وان شاء الله ربنا هيجيب لك الاحسن. اشوفك ان شاء الله على خير بعد الامتحان.